السلام عليكم. Welcome back to another episode من خط مستقيم. التوبيك بتاع النهارده توبيك متحمسه ليه جدا، لان انا شخصيا من الشخصيات اللي يعني مشدوده ليه اعرفه on a personal and professional basis. وبعدين بقى انا كنت بمشي فيه كده بالفطره شويه، وبعدين شفت ايه ده طلع الموضوع ليه علاقه بالساينس بقى، وواضح ان الموضوع طلع structured، مش بس كده ان انا بس بحب اميل لاتجاه معين. ف I'm very excited ان شاء الله ان يبقى في added value to everybody who might find this direction حاجة بتشده in a way to make their lives a lot easier and smoother في different areas in their lives where they thought في الأول إن هو ممكن يكون لا it has to be in a certain way, in a certain structure معين. الدنيا فيها flexibility أكتر، واضح كده، أو إن شاء الله هنشوف مع بعض. معانا كوتش مريم لطفي. she's a well-being and business coach. ازيك يا مريم؟ اهلا، ازيك يا ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. Thank you so much for being with us بجد, and thank you for taking the time to share your knowledge والinput بتاعك في التوبيك ده. ثانك يو ليكي والله على الاوبورتونيتي، يعني دي من التوبكس القريبه جدا لقلبي، فانا يعني ببقى مستمتعه وانا بتكلم بيه عليها، يعني ببقى سعيده جدا. ربنا يكرمك يا رب. That makes two of us. So خلينا بقى ايه نشير الموضوع ده مع الناس ان نشير شاء الله. الاكسايتمنت، ايوه. Yes, yes, it's ايوه. beautiful. طيب قولي لي بقى، خلينا نخش في الجد. ويعني ايه اصلا soft productivity؟ اوكي. اوكي. طيب. البرودكتيفيتي حد ذاتها هي دلوقتي في العالم اللي احنا عايشين فيه، اللي هو it's all about hustling وسرعة وجري، و it's like a race، وكل حاجة ريس، من أهم الحاجات لأتفه الحاجات بقت kind of a race. بقت في نوع من أنواع الكالتشر اللي هي عبارة عن نون ستوب جري. من مايلستون للتاني الواحد بيجري، من قبل ما يلمس مايلستون بيبقى بيجري على اللي بعده. بيبقى فيها نوع من انواع انه دايما not enough، دايما في اكتر، دايما في تعظيم قوي لفكره ال productivity which is good. بس في وصلنا بقينا ان كده البرودكتيفيتي والستريس او البرودكتيفيتي والبيرن اوت بقى كلهم حاجه واحده، او اكنهم وجهين لعمله واحده. فطبيعي جدا انا ستريس وبيرن اوت، بس انا بنجح، فتمام انا بجري، فكأنها بقت مقبوله جدا، بقت حاجه يعني نورمال جدا. فبيجي بقى كونسبت زي السوفت برودكتيفيتي. هو كونسبت مور جنتل ومور بيرسوناليزد، بيشوف احتياجات الواحد ايه. بيجي يعني ايه يطبطب شويه في هذا العالم اللي مليان بالجري وبالكومبيتيشن وبالريس بالضغط وجلد الذات، حاجات كتير قوي بتصاحب للاسف البرودكتيفيتي، اللي هي اصلا في اصلها كونسبت كويس جدا وحاجه اتس جود فاليو ان الواحد يبقى برودكتيف يعني. بس لما بتتعمل بالشكل اللي هو نوت هيلثي، لا بتبقى في الاخر ممكن تبقى مؤذيه للشخص. فالسوفت برودكتيفيتي هو يعني لو هقوله ملخصا في جملة، هو ازاي اقدر انجز، سواء انجز اكتر او مجرد اني انجز بضغط اقل. بغض النظر بقى الضغط ده جاي من جوه انا بضغط على نفسي، ولا الضغط ده جاي لي من بره. بس عامة ان انا اكون productive بضغط اقل. وبرودكتيف دي تيجي تحتيها حاجات كتير قوي يعني. حتى الكرياتيفيتي is being productive، حتى ان انا افكر is being، ان انا اجيف اللي حواليا is being productive. ما هو كل واحد على حسب مسؤولياته والرولز اللي عنده محتاج يبقى productive بشكل او باخر. فازاي اعمل ده وافيل جود بستريس اقل. انا لما باجي اتخيل، لو هفيجوالايز السوفت برودكتيفيتي هديها كده صوره او اكني لوحه فنيه يعني. هي اتس لايك تمشيه حلوه. بتمشى تمشيه حلوه، بس بتمشى يعني انا عارف انا رايح فين، عندي دايركشن، عارف الدايركشن ده مناسب ليا، مش مجرد بجري وخلاص. آه ومعايا باسكت عمال intentionally بجمع فيه احتياجاتي، وايه اللي انا محتاجه في التمشيه دي، وايه ال غير النيدز بتاعتي. يعني انا محتاج مين يكون معايا، محتاج اقف امتى، محتاج ارتاح امتى. ومش بس باصص على الهدف اللي رايح له عشان اوصل له وخلاص. انا مهتم اني انا هبقى عامل ازاي لما اوصل للهدف. يعني انا مش هوصل له regardless of، انا هوصل له within الحاجات المهمه بالنسبه لي.
ف... فمش بس بوصل، لا انا بوصل وانا شكلي عامل ازاي، بوصل وانا اكشلي التمشية دي كانت عاملة ازاي، كنت عامل فيها ايه، يعني كانت حالتي ايه، كان شكلي ايه، كان احتياجاتي عاملة ازاي، اولوياتي عاملة ايه. ف فبس فده كده شكل كده للسوفت برودكتيفيتي يعني. تحفة. I love it. لأن انت بتتكلمي أصلا عايزة أقولك، يعني أنا personally أساسا before بقى ما ابتديت أشتغل على ال shadow aspects of my personality، كنت طول عمري عايشة حياتي ب very fast pace. لما بيبقى أحاول أشتغل سنة، كان مخي حتى بيريزست إن أنا مش قادرة أسمح لنفسي to get out of the hamster wheel. لأن بالنسبة لي that was the programming that was in my mind. ف every single word you said is beautiful. وفعلا عندي إحساس إن أنا اللي هو لأ، أنا بجد عشتها وحسيتها لما قلتي تمشية وقلتي إن أنا إن أنا ببص على الجول. بس it's about the quality of النسخة مني اللي هتوصل للجول ده. It's so beautiful and it's so realistic. بالظبط. إن sometimes we lose ourselves in the process. وعارفة فعلا بنحقق وبنعمل، بس when we arrive at the destination بنبقى مش حاسينها، مش عشان حاجة تقصير منا، بس علشان maybe النسخة مننا اللي كانت هتستمتع بده فعلا حصلها البيرن اوت اللي انت بتتكلمي عليه ده. ف صح بالظبط. beautiful beautiful. يعني فعلا فكرة in understanding ان فعلا sometimes ال steps اللي احنا بناخدها sometimes less is more، لو ده بي add on to the quality is beautiful. و I love what you said about كلمة personalized وكلمة مناسب ليه، يعني الكلمتين دول رنوا معايا. So personalized، مم. tell me more بقى عن الحتة دي طبعا، وانا فاهمة بس حابة اسمع منك انت اكتر. How can this journey be مم. personalized بالنسبة لي بحيث انها تبقى فعلا مناسبة ليا انا، بغض النظر عن برضو what you said الضغوطات او البريشر اللي ممكن تبقى محطوطة حواليا او كانت عندي في الاول programming بتاعي. احنا لما باجي اكون عايز اعرف نفسي عشان اعرف الحاجه بيرسونلايز او مناسبه ليا ولا لا، محتاج الاول ان انا افهم نفسي اكتر في الحته دي عشان اقدر اكستمايز على نفسي يعني. فعشان افهم نفسي في الحته دي محتاج اسال نفسي سؤالين. اوكي. السؤال الاول، what does productivity mean to me، هي ايه بالظبط بالنسبه لي؟ هل هي تول عشان اوصل لحاجات انا عايزه اوصل لها، ولا هي الجول نفسه في حد ذاته بالنسبه لي؟ لان هي، ودي بتبقى محتاجه شويه ساعات مني ريفلكشن، محتاج ممكن اللي بيحب يعمل جورنال يجورنال عليها، محتاج حتى الاحظ نفسي وانا في البرودكتيفيتي مود ايه انا، what does it mean to me. بس بتفرق قوي لو هي هي جول في حد ذاته، فانا محتاج اعرف هي في حد ذاتها جول ليه، ليه هي بالنسبه لي هدف ان انا ابقى productive. هل انا عندي بيليفز فيها ماست وشود بتقول لي انا لازم ابقى في حاله، في الحاله دي، لان هي بتبقى حاله من الانجاز، ولا انا دي مرتبطه عندي مثلا باحساسي بالامان، او احساسي بالاستحقاق، انا عشان استحق الحاجات اللي بتجيلي محتاجه ابقى productive، ولا هي مرتبطه عندي مثلا باحساسي باستحقاق الراحه، انا مش هرتاح او مش هكافئ نفسي غير لما اكون productive طول الوقت. حاجات كتير قوي محتاج أسأل نفسي فيها، هو أنا ليه ده بالنسبة لي هو الهدف. ولو مش هو الهدف، لو هي تول عشان أهدافي، طيب حلو قوي إني أحطها في مكانها، أحطها في مكان التول. لأن لما الحاجة بتبقى تول ببقى قادرة أتعامل معاها بشكل مختلف، أقدر أبدلها، أقدر أغيرها، أقدر أبص لها ببصة مختلفة، أقدر أوقفها شوية لو هي تول، لو هي بتخدمني، فلما أحس إنها مش خدماني أقدر إن أنا أخد منها راحة شوية. فالسؤال ده مهم جدا عشان افهم نفسي انا اصلا productivity بالنسبه لي اهميتها ايه في حياتي as a value. السؤال التاني اللي برضو مهم قوي اساله لنفسي، الراحه او الريست معناه ايه بالنسبه لي؟ نفس الكونسبت. وايه علاقتي بيه ايه؟ لان ساعات بكتشف ان علاقتي مع الراحه مش حلوه، يعني اكن احنا في خلاف مع بعض، او عندنا bad experience مع بعض. او بالنسبه لي الراحه مرتبطه عندي ان الراحه تضييع وقت، فانا طول ما انا برتاح انا دايما بضيع وقت، بغض النظر الراحه دي شكلها ايه، هل هي راحه كومبليت راحه which is برضو يعني هي راحه مهمه، ولا هي راحه عن الانجاز، فانا I'm taking time لحاجات بحبها،
ولا ايه علاقتي بالراحه. فدي بتفرق جدا، لاني عشان انفيوز راحه في يومي وفي حياتي بشكل برودكتيف برضو، يعني الراحه دي جزء من البرودكتيفيتي، عشان ادخلها محتاج اكون على الاقل مش بريزيستنت. يعني قبل ما نقول يلا هنعمل واحد اتنين تلاته، فلازم اكون ما عنديش ريزيستنس للكونسبت ده نفسه يعني. فدول سؤالين يعني من الحاجات اللي بتفرق قوي ان انا احاول اكتشفهم عن نفسي، عشان ابدا اطبق سوفت برودكتيفيتي بقى. ولو هرجع للحته ايه اللي كنت بتقوليها، طب هاو تو personalize it، هي اكشلي اول ستيب. فلو انا عايزه انفيوز سوفت برودكتيفيتي في حياتي، هو ان انا اعرف الفاليوز بتاعتي ايه عامه. what are my values، انا ايه المهم بالنسبه لي. ولازم ابقى عارف انها مختلفه من حد للتاني completely، وبالتالي اولوياتي بتختلف من حد للتاني. ف... فمن الاسباب اللي بتخلينا مضغوطين كلنا، ان احنا ممكن يكون مجهودنا رايح مش في الفاليو بتاعنا، مش في الدايركشن اللي احنا عايزينه. هو رايح في حاجه كويسه عامه على فكره، مش لازم تكون حاجه، بس هي ممكن تكون مهمه لناس تانية. ممكن تكون مهمه عندي نمبر 5، فانا سايب 1 و2 و3 و4. ف اوتوماتيكلي لو انا مش عايش aligned بالفاليوز بتاعتي او بالاولويات بتاعتي، اوتوماتيكلي هبقى مضغوط مهما انجزت ومهما حققت. فحته الفاليوز ان انا ابقى عارفها، و... وحته البرايورتيز اللي هي بناء عليها برتب الفاليوز بتاعتي، كمان بتطلع لي مخرج من، لو هنقول الحته، دايما الواحد ممكن يبقى حاسس انه missing out missing opportunities، انا لو مش في حاله انجاز مستمر ففي حاجات بتروح مني. لكن لما برتب اولوياتي، انا ببقى اوكي لو انا سبت رقم 5 عشان رقم واحد. فلو انا بالنسبه لي مثلا spending time مع الفاميلي هي رقم واحد، فلا خلاص بيبقى conscious decision ان انا هقلل انجازي في حاجه، لان انا الوقت ده محتاج احطه رقم واحد. غير لو انا مش مرتب ده او مش شايفه قدامي، فبلاقي نفسي بجري مع اللي بيجروا، وبعد كده احقق حاجات وارجع ابص ورا احس لا، انا حاجات مهمه بالنسبه لي كانت فين في الفتره اللي فاتت. فدي بدايه البيرسوناليزيشن، بدايه ان انا اشوف انا عايز ايه. تحفة. I love it. I love so much how you emphasize كمان على فكرة ال meanings. عارفة يا مريم، لأن كتير قوي we always say that it's not just about identifying the values like you said. برضو like you said it's the meaning. What does this value mean to me؟ وزي ما انت قلتي برضو الترتيب بتاع ال values دي and how it's impacting my life. ومش بس كده، هي فكرة كمان عكسها ايه، لانك like you said انا ممكن chase something وابقى انا مش مدرك ان عكس الفاليو دي بالنسبه لي مرتبط بحاجه مهمه. ففعلا بالظبط. knowing ourselves like you said يعني دايما I believe in the world outside is a mirror of حاجات كتيرة بتبقى جوانا whether because it mirrors it because it's inside and it's coming out or عشان we're not aware of it فبتبقى lessons علشان نتعلم and we rediscover ourselves. مش شرط الدنيا تبقى بره copy paste however بتبقى حاجات بتhelp us to see حاجات جوانا to identify حاجات جوانا or فعلا بتمرر حاجات جوانا. فالنتيجة النهائية is if we work on the inner world بتاعتنا and we understand ourselves كويس هنعرف what to search for outside أو what to allow in our lives. ف I really love what you said. طيب احكي لي بقى اكتر عن ال components of soft productivity. يعني نبتدي بقى ندرس ال concepts او ال aspects of it ازاي. اوكي. طيب اول حاجه قبل ما اتكلم على الكومبوننتس، محتاجه اعرف هايلايت انه اي حاجه ليها علاقه بالويل بينج، مش بس السوفت برودكتيفيتي، محتاجه تتاخد سوفتلي. لان انا مش هاجي اشتغل على نفسي في حاجه ليها علاقه بالويل بينج بتاعي واخدها very harsh و very critical of myself، واخدها بالسرعه وبالاستعجال وبالعافيه، مش هينفع. فاي كونسبت هنتكلم عليه من الكونسبتس دلوقتي اللي بتساعد في السوفت برودكتيفيتي، هو نفسه محتاج يتاخد سوفتلي. دي محتاجه نهايلايت عليها. ساعات الواحد بيبقى مستعجل على انه يغير من نفسه، فيبقى داخل من حاجه هارش لحاجه هارش تانية، مع ان هدفها انها تساعده يعني. فاول كونسبت اللي اوريدي جبنا سيرته، فكره ان انا ابقى عندي كلير دايركشن او كلير فاليوز اند برايورتيز، عشان اقدر احط عليها intentional goals. يعني مهم قوي ان الجولز بتاعتي تبقى intentional. فانا بعمل الحاجه دي ليه؟ بعملها علشان هي بالنسبه لي
مهمة للفاليوز بتاعتي، مهمة علشان بتحقق لي حاجات معينة. لما بحط الجولز بتاعتي بشكل انتشنال ليها علاقة باللي انا عايزه، غير انها بتفرق جدا في الموتيفيشن بتاعي، في الفولفيلمنت وانا بشتغل الحاجة، في السنس اوف الساتسفاكشن، حاجات كتير جدا هي بتخليني مستمتع بالرحلة. لان هي الحياة مسؤوليات كلها، بس لو انا حطيت الجولز والمسؤوليات بتاعتي within الفاليوز بتاعتي، الكواليتي اوف لايف تختلف خالص. لاني بصحى بعمل الحاجه وانا شايف intentionally انا بعملها ليه. وانا ده مش بقوله معناه ان انا كل حاجه هعملها بمزاجي خالص. هي الفكره انا مش بغير الجولز بتاعتي على مزاجي. هي احنا كلنا عارفين ان رياليستيكلي الجولز طالعه من المسؤوليات بتاعتنا، بس انا بعمل الحاجه وخلاص، ولا انا بعملها عشان هي مهمه عندي ليه. فلو انا عندي حتى المسؤوليات، لو هتكلم حتى مسؤوليات يوميه تيمز انها ملهاش بيربس، بس هو دايما وراها بيربس. فلو انا بعمل حاجات عاديه مثلا حتى بوصل اولادي حاجات معينه، لو اخدتها شلوي لا هي ممكن تبقى مضيعه لي وقت عن كذا عن كذا عن كذا. بس لو يعني ديك ديب انسايد وشفت هي بالنسبه لي بتلمس في انهي فاليو. وعلى فكره اللي بيخلينا ساعات نقول تمام تمام ده فاليو الامومه وفاليو، لا هو الفاليو بتاعي انا شخصيا ايه. لان لما بناخد الحاجه من بره بالشكل اللي هو الاوتوماتيك طبيعي، لا انا بوصل ولادي عشان احسن حاجه ليهم وكده، هو انا برضو مش شرط اكون لمست الحاجه اللي فارقه معايا انا شخصيا في دي. لان كل واحد بيبص من ناحيه مختلفه خالص. ممكن حد اوت اوف لاف، حد اوت اوف النيرتشرنج، حد اوت اوف عايز يديفلوب احساس ديفلوبمنت الاولاد، ده بيجيب له حاجه تانية. فالفاليو نفسه انا هاو اي سي حتى ابسط الحاجات بقدر اديها معنى مختلف خالص عن ما انا لو اي جو وذ ذا فلو ان دي حاجه مهمه للناس كلها. وطبعا قيسي ده بقى على اي حاجه، اي مسؤوليات كبيره، اي حاجه يعني. فاول حاجه setting الجولز intentionally بيديني احساس بالفولفيلمنت، بالانجويمنت. وكمان بيعمل لي يعني internal validation. يعني انا مش محتاج يتقال لي برافو على الحاجات دي، او مش محتاج اخد عليها appreciation. لان ساعات بيبقى الجري ورا البرودكتيفيتي عشان انا عايز ابقى validated او appreciated او seen. فلما بشوف الفاليو بتاعي في الحاجات بيفرق معايا جدا في الانترنال فاليديشن يعني. فدي هتبقى ممكن اول كومبوننت من كومبوننتس السوفت برودكتيفيتي. تاني واحد ويعني مهم جدا جدا لا يقل اهميه، هو ان انا it's very important ان انا ابقى دايما بحاول to be grounded او to be present. جزء من الستريس ومن الجري اللي بيحصل لنا ان انا ببقى هايجاك من نفسي. يعني انا ببقى بتخطف، سواء الستريس بيخطفني، القلق من المستقبل بيخطفني، الوات ايفر انا عايش فيه، حتى لو حاجه in the past شاغله بالي. فالخطفه اللي بتخطفها دي بتخليني اوتوماتيك عماله ممكن يكون مش حاسس بيها، مش شايف الفاليو. فbeing grounded على قد ما اقدر وbeing present تفرق جدا جدا. وبرضه هرجع لحته ان انا اعملها softly. انا مش شرط اكون عندي ساعه في اليوم مديتيشن او حاجه تزود عليا لود في الحياه اليوميه. يعني ممكن ابسط الحاجات انه مثلا يوم طويل 5 minutes break، ابقى بس intentional وانا بحطها بين ميتنج وميتنج، بين ميعاد وميعاد. لحظة ما بركب العربية ان انا اقف دقيقة بس مع نفسي، مجرد ان انا هسأل نفسي how do I feel دلوقتي، انا حاسس بايه دلوقتي. بس بجراوند نفسي من الكونستنت شوشرة وجري وافكار. برجع نفسي لحظة للهير اند ناو. قدرت اعملها لحظة، قدرت اعملها 5 دقايق، قدرت اكررها كذا مرة في اليوم، قدرت اعملها اول اليوم بس وات ايفر يعني. بس هتفرق جدا جدا في كواليتي اوف الجري اللي انا بجريه طول اليوم. لاني في الاخر هجري، انا مش احنا مش بنتكلم ان انا همنع نفسي عن حاجات مهمه وهلغي حاجات مهمه المفروض اعملها. المهم هيفضل مهم ولازم هيتعمل، بس ازاي انا بجراوند نفسي عشان كمان اكونكت للكومبوننت نمبر 1. لو انا الفاليو بتاعي انه انا مثلا بوصل الولاد حاجه معينه، فال5 دقايق او الدقيقه اللي بجراوند نفسي او ببقى احاول ابقى بريزنت وانا بدور العربيه، هم هيفرقوا جدا في جوده المشوار نفسه. فلحظات بسيطه من being present بتفرق قوي.
تالت كومبوننت هو انا ازاي بتعامل مع السيلف كير. وبرضه هنا عايزه اتكلم على السيلف كير شويه، مش بالمفهوم اللي احنا معتادين عليه. احنا دايما بنتكلم على السيلف كير بنحس ان هي اتس مي تايم، كوبايه حاجه سخنه مع فيلم حلو which is important، وحاجه من حاجات السيلف كير، بس هي مش كل السيلف كير. عشان اخد بالي من نفسي، لو هرجع للصورة اللي كنت بتكلم عليها في أول لما اتكلمنا مع بعض، حتة إن أنا بتمشى معايا باسكت بحط فيه الحاجات المهمة بالنسبة لي. فأنا الحاجات المهمة بالنسبة لي عشان to keep my well being، هي لازم أعدي على الكومبوننتس الأربعة بتوع الويل بينج. يعني لازم أكون spiritually واخد بالي أنا كوبايتي عاملة إيه، فضيت ما فضيتش. ايموشنلي بتعامل ازاي مع النيجاتيف فيلينجز اللي طبيعي انها تيجي. دو اي اكسبرس ولا مش باكسبرس؟ انا متوقع ايه؟ طب هل انا عندي بوزيتيف فيلينجز في يومي ولا لا؟ الريليشن شيبس بتاعتي اللي كتير ساعات بتتأثر بالحاجات اللي ورايا والضغوطات اللي ورايا، وضعها ايه؟ لو هتكلم طبعا من الناحية الفيزيكال، حتة الصحة، الأكل، الشرب، النوم. من اول الحاجات اللي بنضحي بيها اول ما بنتزنق بيبقى النوم او الاكل او الصحه، يعني كل واحد حسب بيميل لانهي حاجه يعني. طبعا الناحيه المنتل اللي هي طبعا بيساعد فيها بقى ان انا اجورنال، ان انا اخد بريكس، ان انا فالاربع كومبوننتس بتوع الويل بينج محتاجه اعدي عليهم وابقى عارف ان هما كونكتد. يعني ما بقاش متخيل ان انا لو فصلت واحده منهم خالص، سي فيزيكلي مش واخده بالي من نفسي تماما، ان ده مش هيتاثر. او لو انا حسيت ان نو تايم فور ايموشنال ويل بينج دلوقتي خالص، انا مش يعني هنكبت وهنكمل ونعدي، ولما نخلص اللي ورانا اللي هو مش عارفين هيبقى امتى هنبدا نبص فيها. ف they are all connected. وزي ما حاجه لو اتلخبطت بتاثر على الباقيين، برضو الجود نيوز ان لو اللي بيظبط بيأثر على الباقيين برضو. يعني وانا spiritual in a good place هبقى احسن في حاجات كتير. لو انا واخد بالي من صحتي هقدر اكونكت احسن. ف برضه عشان الواحد ما يبقاش overwhelmed، ايه ده انا هاخد بالي من كل ده ازاي في وسط اللي انا فيه؟ لا، هي bits and pieces. يعني هي مش لازم جدول، بس ابقى على الاقل واعيه ان انا ما فيش حاجات بتفضى مني لمجرد ان انا عماله اجري يعني طول الوقت. وهنا برضو بيجي لنا حته الفرق بين السيلف كير والسيلف سوذنج اللي ساعات بنتلخبط بينهم يعني. ساعات الكونسبت بتاع السيلف كير ان انا بعد يوم طويل قوي انا هعمل حاجه تبسطني، فانا مثلا هقعد هبنج واتش مثلا حاجه او هسكرول او كده، which is fine لو ده اللي بيبسطني وهنعمله، وعمرنا ما هنقول ان ده يعني let's be realistic يعني. بس ما بقاش متخيل ان ده السيلف كير او ان ده اللي بيميلاني، لاني لا اكشلي هصحى تاني يوم الصبح فاضي، يعني تعبان، ما نمتش، مش ما مليتش بقى الحاجات اللي فيها الصحة، فيها كل الكومبوننتس التانية. فبس ابقى اوير، يعني اعمل الحاجات اللي بتبسطني طبعا حتى لو ما فيهاش بنفيت، مش شرط كل حاجة تبقى بمعنى عميق، بس ابقى عارف ان لازم كمان هعمل الحاجات اللي فيها بقى اللي باخد بالي من نفسي بجد يعني. آم، رابع بقى كومبوننت هو انا ازاي بتعامل مع نفسي في الفيليرز او في الاخطاء او في الامبرفكشنز اللي عندي. علاقتي ايه بالجزء ده، لانه هيحصل يعني. هو we are not perfect ده اكيد، احنا we make mistakes ده اكيد. فبما انه هو هيحصل، فبدل ما اقاومه واخبيه واهرب منه، خلاص يعني هتعامل معاه ازاي؟ وده بيجيبنا للتو كونسبتس كده. يعني في طبعا السيلف كومباشن مهم جدا جدا في التعامل مع الحاجات دي، لانه بيبقى فيه مع الجري بقى والسعي نحو البرودكتيفيتي، ساعات بيتهيأ لنا ان السيلف كومباشن ده خيابه او بطء او عكس الانجاز، او يلا يلا يعني خلاص. بس اكشلي بما انه لازم هيحصل اخطاء، ولازم هيحصل اوقات مش هبقى as productive as اوقات تانية. آه وده it's a fact. فهاو اي ديل مع نفسي بالسلف كومباشن وبالتفهم قدرتي، وبتفهم البيس بتاعي.
ان انا البيس بتاعي مش زي كل الناس، وهاو اي دو ثينجز مختلف عن الناس التانية. فسيلف كومباشن بيحميني بقى من جلد الذات، بيحميني من البليم، بيحميني من احساسي انه لو انا ريحت ده محتاجه اعوضه. يعني ساعات بيبقى بيتهيألي انه بعوض الراحه. ف فالسيلف كومباشن مهمه قوي في الحته دي، ان انا ادي لنفسي سبيس، اتعامل مع نفسي كحد انسان زي ما بتعامل مع حد بعلمه حاجه. في سبيس بيتاخد، في وقت بيتاخد للحاجات يعني. والكونسبت التاني طبعا في الديلينج وذ الميستيكس وكده، ان انا يبقى عندي جروث مايند سيت. ما بقاش حاسس ان اول حته الغلطه هي النهايه، انا جربت ده وفشلت يبقى خلاص باي باي. اللي هي اكيد انت عارفه ايه، حته بقى ان انا ممكن ادخل في all or nothing. انا يا هعمله حلو يا مش هعمله، انا يا هرتاح يا هشتغل، الاتنين مش مع بعض. فاجي اقرر ان انا الفتره الجايه مريحه فقط. فقط ده عنوان المرحله. وبعدين اجي فتره بعدها ده وقت شغل يبقى كاني ما ينفعش ارتاح فيه. فبرضه حته all or nothing بتفرق جدا جدا في حته ان انا to be يعني productive بس in a soft way يعني. اخر كومبوننت بقى في الاسبكتس الاساسيه يعني، هو ان انا افوكس على البروسيس والجيرني، مش بس الاند ريزلت او الجول النهائي. ساعات بنبقى هايبر فوكسد على النتيجة، وده برضو بيجيب لنا تاني حتة الاول اور nothing. فأبدأ أخش في مود إنه أنا طالما ما خلصتش الحاجة اللي عايزة أعملها، فأنا مش هرتاح، مش هنبسط، مش هشجع نفسي، مش هحتفل، مش هعمل أي حاجة، أكني صايم عن عن أي حاجة لغاية لما أوصل للجول بتاعي. ف... فحتة ان انا لا، انا I have to celebrate ال small wins بتاعتي. celebrate المشوار عامل ازاي. celebrate ان انا في حاجات كانت فيها مشاكل وعديتها، مش لازم لما اخلص القصة خالص ابدأ ابص. لانه الجيرني بتاعتي هي مكونة من السمول مومنتس دي. يعني انا لو عشت مصعب الدنيا على نفسي لغايه ما اخلص، هي اكشلي البيج مايلستونز قليلين في حياتنا. يعني لو فكرنا فيها، البيج مايلستونز اللي انا بقرر ان انا مش هحتفل او مش هرتاح غير لما اوصل لها، هم بيتعدوا على الصوابع. بس الجيرني بقى، المومنتس الصغيره اللي مشبكه في بعض، هي دي اللي عامله الحياه نفسها يعني. فان انا احتفل بيها، وان انا احترمها وافرح بيها واسليبريت زيها زي الاند ريزلت، ده بيبقى مهم جدا يعني. ف more or less كده، دي كده احنا عدينا على الفايف كومبوننتس الاساسيين. كل واحده محتاجه شغل ومحتاجه تفكير ومحتاجه. فبرضه مهم ان انا زي ما قلت ما بقاش واخدها قفش، يعني انا ابقى واخدها على قد ما اقدر يعني، step by step يعني. Thank you. That is beyond beautiful what you said. تحفة، وكأنك رسمت لنا mind map كده لفكرة ال milestones. وفي نفس الوقت I love what you said about هي it's مش disconnected ومش all or nothing. وفي نفس الوقت قلتي ان هما الحاجة بتصب في بعض. ف it's like كأننا بنعمل، عارفة، tapestry او لوحة an art، بنرسم حاجة. فبالتالي هي مش دي then دي then it's not linear, it's not like you said black or white, it's not كده. ف it's so beautiful how you put it كمان بطريقة أنا حاسة interlinked. وبنرجع تاني لفكرة ان انا حاسة what's common between all of these is the why behind the what. اللي هو عارفة don't ask why the behavior, it's all the intention like you said. هي الانتنشن. عارفة احنا صغيرين لما كنا نيجي عايزين نصوم مثلا صيام اللي هو تطوع اثنين وخميس او تمام، نقعد بقى نلم شنطة النوايا، عارفة اللي هو. ف it's very crucial. ايوه. I love what you said about فكرة the why، لأن فعلا يعني sometimes بقى less is more فعلا. مش بس كده، هو في حاجات like you said هتتعمل. ف why I'm doing it، لو انا حاطه في نفسي بعملها عشان تمريني it's just a simple intention. ما انا هقوم مثلا هقوم اعمل كذا، هقوم اعمل كذا. بس the why لو انا عملتها صح هتفل اكتر من كوبايه. فانا بدل ما عملتها وحاسه ان انا عملت burden، لا هو انا عملتها واتمليت. ف it's so beautiful how you said it. بس it's not, again عشان ابقى realistic, it's not easy to keep on
ان انا احط نفسي في مايند سيت slowly but surely، وان انا افضل ماشيه والكلام ده كله، وده understandable. ودي one of the main components اللي انت قلتيها اصلا، اللي هي كانت number 4، ان انا ازاي بتعامل مع ال imperfections which is awesome. ان احنا ندي لنفسنا التراحم بتاع فكره. فاكره كان اللي هو انا كان عندي في الاول زمان مشكله مع فكره اللي هو انا اتعلمت دي، فهو انا ازاي رحت اعملها كده تاني؟ فكان ساعتها اللي هو الرد اللي اتقال لي and it was mind blowing. هو الطبيعي ان مخك يروح يعملها تاني، يعني انت ليه متوقعه مخك مش هياخدك للاولد ماب اللي هو it's like ايه ده، تصدق صح. يس، احنا ساعات فعلا بنفترض ان خلاص ما دام ما عملتها مره او خلاص فهمتها ان البروسيس هتيجي كده. so it's a journey مليانه بالتعلمات ومتعلمه و mistakes or opportunities to learn. yes فعلا حقيقي and it takes a while for it to sink in. بس انا برضو هتمنى فكره ايوه حلو جميل كلامك تحفه، اعمله ازاي بقى؟ يعني اديني حبه هاو بقى. احنا خط مستقيم، عايزين شويه تولز، عايزين مم. ابلكيشنز. فنمسك كومبوننت if you don't mind please. يعني الكومبوننت الاولاني اه بتاع شور. فكره الانتنشن، والجزء اللي هو انا حاساه يعني اديته تايتل slowly but surely. اشوف انا واقفه فين ازاي، اتشالنج ماي سيلف تو ايفالويت نفسي ازاي. دي questions مثلا، دي تولز، دي حاجه في اول كومبوننت كده، وبعدين نبتدي موف one step at a time في اللي وراهم if you don't mind. طيب هو اول كومبوننت هو فكره الانتشنال جولز اللي هي اصلا جايه من ان انا بعرف الفاليوز والبرايورتيز بتاعتي. طبعا فكره ان انا اعرف الفاليوز دي رحله، يعني انا مش بقولها لو انا هقعد قاعده اعرف الفاليوز بتاعتي بس. it can be كبدايه حاجه بسيطه as much as ان انا ابص على list of values اللي هي بتبقى حتى موجوده on the internet. list of values بيبقى موجود فيه values كتير، اقدر ان انا حتى اعدي عليهم، اطلع اكتر 10 بيريزونيت معايا، بعدين اكتر 5، وابص عليهم كده. مجرد ان هم يبقوا قدامي انا ده بيخليه بيكليك معايا، لانه اتليست انا بستبعد حاجات مش مهمه بالنسبه لي. يعني انا بدل ما ابقى حاسس ان كل الحاجات المهمه اللي في الدنيا حلوه دي، انا مين، انا هنا ولا هنا؟ لا، انا ممكن الاقي انا مش فارق معايا الحاجه الفلانيه. انا مش فارق معايا، يعني زي ما قلت لك حتى السؤال بتاع ايه البرودكتيفيتي بالنسبه لي، از تول ولا از جول في حد ذاته؟ انا ده ريفلكشن فيه بيفرق جدا مع الواحد. لان احنا في people are different. في ناس البرودكتيفيتي بالنسبه لها is the goal، ان انا احس وده ويديهم شعور حلو one of their values which is fine. بس ابقى عارف هل انا ده ولا لا. ف... فلو هدي تول صغيره هنا، انا I would say ان انا ابص على list of values وابدا كده اطلع اكتر 10 اكتر 5 يفرقوا معايا، وابدا ريفلكت. وانا بقى في يومي العادي برفلكت جاست ريفلكشن. انا ايه في يومي هنا في يعني انا هقول مثلا عن نفسي، انا من الفاليوز المهمه جدا بالنسبه لي الهوب. وعلى فكره الفاليوز اغلبهم they sound عادي، ما كل الناس مهمه بالنسبه لهم، لا مش كل الناس زي بعض. يعني ممكن حد بالنسبه له لا، مش مهم، ده انا بالنسبه لي مهم. يعني انا لو بعمل حاجه وشايفه انها مش رايحه في حته، او انا مش، او اللي حواليا مش محسسني انها فيها هوب، انا لا بيفرق معايا، ببقى متضايقه. ولو حسيت ان فيها هوب، وانا حتى ماي انر كونفرسيشن ان لا دي ممكن تبقى احسن الفتره الجايه، الظرف ده يتحسن، اللي جاي احسن، ده مهم جدا بالنسبه لي. فحاجه مثلا زي دي لو انا I'm applying it في اليوم العادي، في الحاجه اللي بعملها، شايفه لها يعني جانب in the future كويس، تفرق معايا جدا جدا. يعني في عنصر قوي جدا من عناصر صعوبة الحاجة بيتشال من عليا لو أنا حسيت إن في هوب مثلا. فكل واحد كده، في حد بالنسبة له مثلا اللاف ده مهم جدا، فكل حاجة تبقى طالعة اوت اوف لاف هتحول له الحاجة خالص من بيردن لحاجة enjoyable يعني. فلو هقول على الكومبوننت دي just one simple thing، الفاليوز وراقب نفسي يعني. Beautiful, I love that. و I love كمان عارفة فكرة ان او اللي فهمته منك يعني correct me if I'm wrong، اني كمان اشوف بقى الجول ده اللي بيتعمل بيملى كل الفاليوز ازاي، صح ولا؟ يعني لو انا مثلا طبعا الستيب دي طبعا. بتملى الكوبايات ازاي، مش not just بس ان انا عملتها، يعني ما اربطهاش بون فاليو، associate ال productivity او ال whatever it is اللي انا عايزه اوصل له بالفاليوز بتاعتي كلها، واشوفها بتملى في كل حتة 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 حتة، واشوف ال big picture. ولا انا فهمت غلط؟ لا ممكن طبعا. بصي هو طبعا الفاليوز المهمه بالنسبه لي هم they are intertwined، وهم اللي عامليني. فانا انا عباره عن ميكس الفاليوز بتاعتي كلها. اوكي. فاكيد المهم بالنسبه لي if I checked الفاليوز بتاعتي، مثلا لو انا طلعت 10 او 5،
واشوف ازاي الحاجه دي بتفولفل، هلاقيها بتفولفل غالبا. اقدر ان انا تفولفل الفاليوز بتاعتي كلها. ده one approach. وانذر approach ده انا ممكن حتى اشوف one value في الحاجه. لو انا as a start بحاول ان انا to make it more simple على نفسي، يعني ايه المهم عندي في اللقطه دي، في الرول ده، في اوكي. الستep دي اللي انا المفروض اخدها. ممكن اي. يبقى واحد، ممكن يبقوا اكتر. brilliant. thank you for clarifying. انا بس يمكن لما جات لي حسيت ان انا ما عارفه هقول لك جت منين. ان مره كنت نازله اعمل حاجه مثلا مع ولادي and we ended up not doing الحاجه اللي احنا عملناها، يعني technically الجول ما مم. اتحققش، بس واحنا رايحين اتكلمنا على حاجات ممكن ما كانتش هتيجي فرصه نتكلم فيها، فقصدي مالت حاجات تانية. فيمكن مم. ده كان قصدي ان sometimes في الاخر ايوه. لما راكد ما حققتش النتيجة اللي احنا عايزينها، وممكن حد يقول لك it's a waste of time. For me it didn't feel like a waste of time, actually felt like quality time، لان مم. هي مالت بقى ال values التانية. ف thank you for clarifying الحتة دي. طيب ال في grounding برضه اللي بقى. انت قلتيه ايه ده كمان في حته dealing with يعني دي حلوه قوي في انها تملى الوقت بتاع اللي احنا بنسميه وقت ضايع. يعني دي رد حلو مم. جدا على بقى، يعني احنا ممكن نبص للموضوع من ناحيتين. وانا بعمل الحاجات، ايه الفاليو اللي بتحقق؟ طيب وانا مش بعمل، او وانا برتاح، او وانا كده، حتى الراحه ايه الفاليو اللي وراها؟ تحفة. حتى الفان تايم ايه الفاليو اللي وراه؟ حتى يعني فدي طبعا حلوه جدا انه الفاليو موجود في كل حاجه. تحفة تحفة. I love that. فعلا ربطتيها انت بالتاني على طول. and ده is the very proof هي يا جماعة again هي مش نقطة ومن أول هي it's inter فعلا بالظبط. interlinked كلها. حلو قوي. طيب component number two بقى grounding. how can I playing ground ground. myself. اوكي بصي، هو الجراوندنج طبعا فيه تولز كتير قوي، وكل واحد فينا بيميل لحاجات اكتر من التاني. يعني المديتيشن، البريذنج تكنيكس فيها من اول الحاجات اللي بتاخد وقت، والناس بتحب تاخد مثلا 10 دقايق الصبح قبل ما تنزل، لغايه ان انا وانا سايقه انا ممكن مجرد اظبط نفسي عشان اهدي نفسي. لو انا بس مجرد ان انا بطأت نفسي intentionally، دي دي حاجة بتخليني more present، وبتهدي الستريس، وبتزود الأكسجين في الجسم، وبتساعد على البرودكتيفيتي والكرياتيفيتي. يعني من أكبر الحاجات لأبسط الحاجات. في طبعا زي ما بقولك تولز كتير قوي في الجورنالينج، في ان انا ابقى قاعد في حته اعمل زي بودي سكان كده، انا حاسس بايه، انا كتافي دلوقتي متشعلقه، انا بجز على اسناني، انا جاست احاول ان انا اعدي على جسمي كده بالراحه. ممكن تتعمل على فكره وانا قاعده بسمع حاجه، وانا بتكلم مع الناس. هي مش حاجه محتاجه دايما ان انا اخد من يومي في اوضه هاديه طبعا ده طبعا اكيد ايفكت قوي جدا، بس بتكلم انه عشان ما صعبهاش على نفسي، انا ممكن whenever اقدر اعمل. اكيد لو ربطتها زي اي هابت، زي اي حاجه، لو ربطتها بمثلا certain times معينه. انا بحب اجورنال بالليل، اكتب جراتيتيود جورنالينج، ممكن ده يبقى حلو دايما اربطه بالليل عشان ابقى ادخله از هابت. ممكن اب تو ان انا اول ما بدور العربيه بفتكر ان انا بنظم نفسي واتنفس بالراحه. فمن اكبر الحاجات لاصغر الحاجات، التولز بتاعت ال being present وال grounding كتير. في ناس بتحب الفيجواليزيشن، بتحب تقعد يعني مثلا تتخيل زي ما كنت بقول، مثلا انا بتمشى ومعايا حاجه. ده برضو كله بيساعد جدا. آه ما بحبش زي ما قلنا it's not one size fit all. كل واحد هيحب الحاجه في اللي بيحب الكتابه، اللي بيحب يعني كل واحد طبعا الصلاة on the top يعني. بس بحب يبقى فيه options، وكل واحد يعني ياخد المناسب ليه يعني. brilliant. thank you so much. I love حتة في اللي انتي قلتيه ده. فعلا هي what works for someone ممكن يكون حاجة تانية. ف it's important to understand احنا فعلا النورمال بتاعنا احنا ايه، مش النورمال general. لان ساعات احنا مش what works for us in a meditation ممكن يكون مش هوش حاجتين. ممكن حد بس محتاج meditation without sounds خالص، ممكن حد محتاج meditation ومعاها frequency، ممكن حد محتاج. ف I really love what you said about understand your norm, create your norm انتوا بتاعتكم عشان تعرفوا لما انا بطلع بره النورم بتاعي ارجعني ازاي. ف it's again about self awareness. طيب component number 3، السيلف كير اللي اصلا كان جواه كمان الفور كومبوننتس اللي جواه بتوع فكره الويل بينج بقى. اوكي. السيلف كير. طيب احنا ممكن نعدي على الاربعه كومبوننتس بتوع الويل بينج سريعا. طبعا الجزء الفيزيكال اللي هو اكلي، شربي، نومي، حركتي.
مهم جدا ابقى اوير انا ايه اللي بيحصل فيهم، يعني برضو حتى لو مش هنسترايف فور بيرفكشن اكيد، بس عندي مينيمم من النوم، نومي اخباره ايه وحركتي اخبارها ايه وانا باكل ازاي. الحاجات دي كلها مع بعض هي اللي بتحاول بتشوف، يعني انا ده الوعاء بقى اللي كل الحاجات دي بتحصل جواه. ف على قد ما اقدر وحته الجزء الفيزيكال من اكتر الحاجات اللي بنقع فيها في غلطه الاورو نون. فانا واخد بالي دلوقتي، فانا ببقى واخد بالي من كل حاجه، انا في وقت ضغطه دلوقتي فانا مش مركزه في كل حاجه، انا ههتم بصحتي لما اخلص اللي ورايا. فدي من اكتر الحاجات اللي بيبان فيها قوي آه، ابسط المجهودات يعني. حصل حاجة في الكونكشن؟ هي كده، ما كنتش سامعاكي. لا اوكي، طب ايه، ويلكم باك. معلش، ممكن يكون طيب. النتورك بس قطعت او حاجة شوية. اه اوكي. طيب. اتفضل. آه فكنت بتكلم على بالنسبه للويل بينج، الفيزيكال ويل بينج بتاعي، اللي هو اكلي، نومي، حركتي. من اكتر الحاجات اللي بنقع فيها كلنا في الاول اور نون. بنبقى في ساعات في وقت انا واخد بالي من كله، وبعدين يحصل اي حاجه اتلخبط، سواء اكلي او نومي او اي نوع رياضه او حركه انا بعملها، فبتبقى خلاص انا فببوظ. ولما بتضغط من اول الحاجات اللي بتقع مني، لاني مفيش، بحس ان ليها وقت، محتاجه وقت ومحتاجه مجهود، وهي فعلا محتاجه وقت ومجهود لانها اتس ان انفستمنت. بس برضو هرجع للويل بينج، هو يعني بيفرق. ومش لازم يبقى كله ماشي بيرفكتلي مع بعض، عادي لو انا في فتره مش باكل كويس على الاقل انام كويس يعني ما بقاش من كله يعني. حته الايموشنال ويل بينج on the top of it، علاقاتي، البوزيتيف ريليشن شيبس اللي في حياتي، قد ايه it's underestimated. علاقاتي عامله ازاي بالناس اللي حواليا، السبورت اللي باخده، القعده الحلوه، الكوميونيكيشن، يعني قد ايه الواحد يعني بيبقى بيتهيأ له انها it's one man show which is not خالص. مفيش حد فينا باختلاف هاو احنا اكستروفيرت ولا انتروفيرت، ملهاش اي علاقه. كلنا محتاجين الريليشن دي كلنا. واتس ان انفستمنت زيها زي الفيزيكال هيلث. محتاجه، ممكن اكون محتاجه لها وقت، ممكن اكون محتاجه لها طاقه للتعامل، ممكن اكون محتاجه لها حاجات كتير قوي. بس هي سيلف كير، ان انا ابقى دايما بأمن لنفسي وجود الحاجات دي بأي شكل كان يعني. للأسف كتير قوي من الحاجات اللي فيها سيلف ديفلوبمنت بتتكلم يعني مع الشخص as a unit. انت تقدر، انت تحاول، انت هتعمل. وحتى الحاجات اللي فيها سواء انا حتى لو بروح ثيرابيست او كوتش او كده، ده لا يغنيني خالص عن وجود علاقات مهمة وفولفيلينج ليا. فدي نمبر 1 يعني. لو حتى هيجي بعدها ان انا how I express my feelings, how I deal مع negative emotions، نمبر 1 العلاقات. ما فيش حل يعني. لو انا بتكلم كمان على sustainability، انا بحاول ابقى sustainable واوصل الرحلة لاخرها، محتاج ده معايا. فبرضه it's personalized. انا محتاج ناس قد ايه، بحب اشوف ناس كل قد ايه، محتاج مساحتهم قد ايه في حياتي، تفرق جدا من حد للتاني. فبرضه مش معناها كده ان انا ابقى عايش طول الوقت مع الناس، كل واحد عنده مساحته، بس it is important يعني. وبعد كده طبعا بيجي الجزء السبiritual، ما فيش طبعا اي كلام عليه. وفرصه ان احنا داخلين على رمضان، ففتره الشحن كلها ان شاء الله جايه. فطبعا الجزء السبiritual يعني، والكونكشن بيني وبين ربنا، الجراتيتيود مهمه قد ايه يعني. من الحاجات اللي بتفرق يعني، لو هاخد حاجه صغنونه على السبirituality سريعه جدا، الجراتيتيود يبقى موجود في يومي او في حياتي طبعا باشكاله يعني. والجزء المنتل، الجزء بقى المنتل بيفرق فيه جدا being present، واللحظات القصيرة اللي كنا بنتكلم عليها في ان انا ابقى grounded وابقى present بيفرق جدا يعني. انا لو عندي المكنة محتاجة ما تبقاش شغالة 24 ساعة، محتاجة اديها بعض لحظات من الراحة. فلو هقول حاجة واحدة على الجزء المنتل، هقول
small moments of being present يعني. تحفة. I love. sorry. وتاني بأكد ساعات it seems overwhelming. برضو برجع أكد تاني ايه اللي هقدر عليه مم. يعني هقدر عليه، ولو وقعت هرجع له تاني، ومش لازم ابدا من الصفر يعني. برضو ساعات في كونسبت بتاخرنا قوي ان انا اخد بالي من نفسي يعني. beautiful beautiful. I love what you said. and again عجبني قوي فكرة ان الواحد يبقى عنده حتة ال awareness بتاع فكرة ال priorities، وفكرة ايه بيملى ايه بنسبة ايه، وفكرة انها personalized. it's very personalized. وان what works for me ممكن does not work for another. ف حلوة قوي when we put the whole picture مع بعض. that's عارفة like Lego كده، بتبني Legos مع بعض. which takes me بقى للبوينت اللي وراها. اللي انا اصلا بالنسبه يعني عايز اقول لك انا قعدت فتره طويله طويله، يا نهار ابيض، طويله عشان اتقبل اصلا فكره ان I'm limited. اقسم بالله انت مش ده اللي هو لا limited ايه، عيب عيب، استغفر الله العظيم، احنا limited ايه. ولا وايه، وكمان وكونشسلي بنفسي لا لا انا ما عنديش perfection ايه، انا انتي perfection. وانا كل حياتي سحله نفسي يعني، بقول لك قاعده وانا هامستر ويل. فكره to accept in yes I'm imperfect، ودي حاجه حلوه الحمد لله ان انا imperfect. لا ف I love what you said about بقى الكومبوننت اللي جاي بقى، حباه قوي ازاي اقدر اتعامل مع فكره البرفكشنز والفيليرز، لان اكتشفت it took me a lot of time to understand ان there are no failures. يعني failure is when I stop trying بس، لكن مش ان انا ما وصلتش. والاحلى كمان ان انا لما كل واحد كنا بندرس بالذات في الكو ديبندنسي ريكفري، فكره ان احنا we always plan for the contingency plan بتاعت الريلابس. هو ايوه انا لازم يبقى عندي خطه ريلابس، بس الفكره بقى ان انا ما اسيبش نفسي اروح من 0 ل 100 او من 0 ل negative whatever بقى where I am in the spectrum. prepare yourself اللي هو خلاص هنروح، تقبل انك ممكن تروح، لم نفسك بقى بسرعه، او ما تخليش وقعه قويه، او خليك فاهم ان انت لما تروح عايز تقع يبقى انت قاعد بمزاجك اجان، فاللي هو اجان محدش حاطط على حد. ف it's beautiful. فتell me بقى دي نعملها الناس ازاي، لان دي بحس ان هي فيها تراحم كبير قوي بالنفس، وتقبل لفكره ان being limited هي مش insult. هو احنا ربنا اصلا خلقنا limited، يعني احنا ربنا خلقنا كده، هو كان عنده الملائكه لما بيغلطوش. ف قولي لي بقى ازاي ممكن اشتغل على الكومبوننت ده. طيب بصي، الكومبوننت ده طبعا عميق جدا لان هو جذوره داخله في كل حاجه منذ الصغر. يعني هي يعني it's very 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 deep. لو بنحاول بقى ان انت تقولي خط مستقيم وعايزين يعني، بحاول دايما اسمبليفاي كده، اللي هو لو هاخد حاجه من الموضوع. انا هتكلم على السيلف كومباشن. بيفرق معانا في ايه؟ احنا ساعات بنحكم على نفسنا بان انا ما ينفعش اغلط، او انا ما ينفعش ابقى عندي عيوب، او انا ما ينفعش ابقى عندي نواقص، او انا ما ينفعش ابقى متاخر عن اللي حواليا بشكل ما. فالحقيقه ان ده بيرفلكت ان انا كمان ببقى ساعات بحكم على اللي حواليا نفس الحكم. يعني بمعنى ايه؟ ان انا لو انا يعني هديكي مثال. لو انا بتكلم مثلا ان انا شفت حد بيعمل حاجه غلط في الشارع، فاحساسي ان هو ما ينفعش يعمل حاجه غلط هو بترفلكت على الحكم اللي انا حاطه على نفسي، ما ينفعش اعمل حاجه غلط. اوكي. فهو في اكشلي السيلف كومباشن مش بس بيرحمني من حكمي على نفسي، هو كمان بيخليني ابقى ات بيس مع انه انا هغلط والناس هتغلط. فانا كمان بيفرق معايا في الاكسبكتيشنز من الناس. فانا مش كامل، واللي قدامي مش كامل، و... وانا اوكي بان انا مش كامل، فانا كمان اوكي ان هو مش كامل. فاحنا كلنا في المركب دي. فاحنا ساعات بنقع في حته ان انا يا اما بيتهيألي ان انا الوحيد اللي مش كامل، فببقى ضاغط على نفسي وبخبي قوي حته الحاجه اللي عندي اللي انا يعني مدفنها تحت. يا اما بتيجي عندي في شكل ان انا رافض اخطاء من اللي حواليا، هي هم بيرفلكتوا مع بعض. فانا فكره ان انا هتعامل مع نفسي انا يعني اتس اوكي، واتس اوكي برضه اللي قدامي. فالجادجمنت بيقل عن طريق كمان السيلف كومباشن. يعني هو الجادجمنت اكنه سلاح، اكنه بستخدمه يعني it seems ان انا بستخدمه على الناس اللي قدامي، بس هو اكشلي انا بسجن نفسي بيه. لما انا اقول لا يا ايه انت ما ينفعش تتاخري، يبقى انا عمري ما هسامح نفسي لو انا ما اتاخرتش. فهو it seems ان انا بحكم عليكي مثلا، بس هو انا اكشلي سجنت نفسي في ان انا استحاله اعمل كده.
او مش هدي نفسي العذر، او مش هسامح نفسي، او وات ايفر يعني. ف فهو الكومباشن بيحررني، يعني بيحررني من ان انا اتس فاين على فكره، غلطت تمام. شافوا عيوبي ماشي، شفت انا عيوبي كمان ماشي. ما هو كل الناس عندها عيوب، فهقدر عيوبهم، فهسامح، فهتراحم. فايتس سايكل يعني. محتاجة شغل، محتاجة شغل. بس ساعات لحظة الأويرنس اللي فيها بتفرق يعني. وهنا هرجع لحتة الجراوندنج يعني. حتة الجراوندنج هو كومبوننت واحد، بس أنا I guess إن هو محتاج يدخل في كل الكومبوننتس. يعني أنا عشان أقفش نفسي وأنا عندي مشكلة مع أخطائي، أو أنا بجدج نفسي، أنا إيه اللي هيخليني ما أعملش كده؟ إن أنا ألحق آخد لحظة being present في موقف انا very frustrated فيه. لو عرفت اجراوند ماي سيلف في الموقف ده، هقدر ادخل السيلف كومباشن. بس طول ما انا بجري من فوق، وطول ما انا زي ما قلت هايجاكت بالمشاكل وبالقلق اللي عندي وباي ايموشنز بتيجي تهايجاكني خالص من اللحظه اللي انا فيها، ده هيبقى صعب عليا. تحفة، عاجبني قوي. آه سوري انا افتكرتك خلصتي ناس. لا لا كملي. لا اتفضلي. لا لا لا، قولي اتفضلي انت، احنا عايزين نسمع مورد، لو عايز تقولي حاجة لا لا قولي. لا خلاص. لا 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 تمام تمام، لا كده حاجة. أم، كنت عاجبني، بس كنت عايزه اقولك عاجبني قوي what you said، وحاسه ان انا كمان I can take it انا معايا في حته بقى تسمع معايا فكره about finding a balance between البروسيس اللي هتسمع معانا في component 5، which is do not over lose again في الspectrum. يعني it's not either or, it's not either or, it's always about finding the balance between a compassion والتراحم ومش فكرة بقى يعني if there's a difference between compassion and excuses. هنا بقى بتخش معانا حتة ال accountability، وهي دي رمانة الميزان اللي بتظبط الموضوع. Mistakes are opportunities to learn, so we learn and we try to do better from a place of love and a place of compassion. مش فكرة هو أنا كده بقى واستحملوني، أو هو أنا كده أو whatever. And again sometimes we can lose ourselves in the process، اللي هو ما تتقبلوني. acceptance does not mean ان انا unconditional tolerance and I have to put من جوه او من بره او from anywhere. فبالتالي I love، لان دي هتخليني اعمل ايه بقى في اللي انا عايزه اخش فيها في component 5. فكره ال incident او الموقف او whatever is happening it's not black or white again, it's a spectrum, it's a journey. ف component 5 يكون focusing on the journey itself not the result. ف it's good. طبعا هسمعها منك، بس انا الانترو بتاعتها اللي هي احساسي ان انا it's about مش لازم اقول والله ما انا I tried and it did not work او it blowed up in my face. What did you learn في الحتة دي كلها؟ هل انت ما ابتديت زي ما انت ما وصلت؟ هل ال bits and pieces، طب ال bad things or whatever it is that you're calling bad within yourself اللي طلعت، did you correct them? Did you hold yourself accountable في حاجات وتعلمت حاجات وزودت حاجات ومش عارفين؟ البروسيس نفسها it's beautiful about finding فكرة البالانس، مش اللي هو لا ما it didn't work او لا it worked. فهديكي بقى المايك في حتة component 5، المايلستونز دي هنعمل لها تقول ايه؟ حلو قوي. طبعا الحته اللي قلتيها اولا، طبعا حته البالانس مهمه جدا جدا. يعني هو طبعا احنا عشان بنتكلم على السوفت برودكتيفيتي اللي بنحاول ناخد نفسنا من التوكسيك برودكتيفيتي، بس الناحيه التانيه خالص. بس يعني اكننا بنحاول يعني ال السباق ده نهديه. بس طبعا ده زي ما قلتي بالظبط زي ما قلتي، هو البالانس هو الكي في كل حاجه يعني. لو هتكلم على الكومبوننت بقى يعني focusing on the journey او the process نفسها، انا في حاجه personally بحبها جدا في الحته دي. حته ان انا ابقى شايفه او مستمتعه ب growing out of my comfort zone. ده في حد ذاته انجاز. يعني لو انا عندي حاجه مدتها سنه ونتيجتها هتبان في اخر السنه، احساسي وانا already putting myself out there، وان انا دخلت الموضوع ده اصلا يعني انا محتاجه ان انا يعني appreciate المجهود من اول ما القرار اتاخد. وان انا كان ممكن ما اخشش الموضوع ده اساسا، بس انا دخلته خرجت من الكومفورت زون بتاعي، وقاعده عماله استرتش ماي سيلف طول المده دي. وكل مره فيها stretching وبتحط في موقف مختلف بتصرف فيه سواء صح او غلط، بس انا اصلا
حطيت نفسي في الموقف ده وتحملت نتيجة ان انا اكون مش عارفة 100%. كل دي حاجات تستحق السليبريشن، وكل دي حاجات هي دي ان لو بقى خلاص ربنا كتب لي النجاح في اخر المشوار ده، هي بسبب الحاجات دي. تراكمات الانتشنال اكتس الصغنونه، وشوينج اب افري داي، وان انا كان عندي كذا فرصه استسلم، وكان عندي كذا فرصه اطلع اكسكيوز. الحاجات دي ما بتتشافش، واكن انا بحس بنفسي في الاخر خالص all or nothing على الحاجه الاخيره، مع ان هي دي التشالنجز وهي ده الجروث حاصل هنا. في الافري داي ماينر تشالنج كان عندي 100 اكسكيوز اقوله، وكان عندي. انا يعني سيريسلي بحس ان هي دي الانجاز. الاند ريزلت نتيجه ده وتوفيق من عند ربنا. بس حتى لو ما حصلش، هو الستونز اللي انا بنيتها على مدار الجيرني هي دي اللي بتخلي الواحد فخور بنفسه. فحتى لما الواحد بيوصل لنتيجة اللي هو عايزه، وبيجي بيرفلكت على اللحظات الصعبة اللي هو عداها وكذا وكذا، فمش معقول لو انا ما وصلتلهاش هعتبر ان انا اللحظات الصعبة دي ولا حاجة يعني. ف فبس celebration of ال small acts of courage, small acts of perseverance, small acts of whatever بقى انا قدرت اعمله يعني. تحفة beautiful. تعرف انا بقيت اعمل ايه دلوقتي يا مريم؟ اللي هو انا بقيت بتعمد to break down كل حاجة، لان انا زي ما بقولك كنت عايشة في السحلة بتاعت لا it has to be كده. I can feel what you're saying and just مش بس relate، انا حاساها على كل levels. Intellectually emotional like I know the journey. دلوقتي بتعمد deliberately to break things down. يبقى زي ما تقولي multiple celebrations. هو انا ليه بس عايزه دي؟ ما انا زي ما حلو ناخد الخطوه دي وننبسط انترنسنج، وبعدين ناخد الخطوه دي وننبسط. والله وصلنا ما وصلناش، احنا احتفلنا مليون حاجه في النص عادي جدا، مش اي مشكله خالص. ف beautiful, thank you so much. يا رب الحاجات دي تنفع الناس. And I think بقى هنا it's time for us to نخش الفكرة برضو again تراب انا نفسي وقعت فيه. يعني بمنتهى الامانه واي هوب ممكن بقى انت تاخدينا بيلد اون منه فكره ان انا اول ما ابتديت بقى حته فكره لا ما انا تعبت والبيرن اوت والسحله، دخلت بقى للاكستريم التاني. او حاولت وانا بطبقه بدون وعي في الاول، اللي هي فكره ما انا مثلا آم، هي مش لازم ابقى كده، فرحت للي هو let it loose بقى. يعني let everything loose. which I think بقى هو ده اللي انا with time ابتديت اتعلم like I understood منك برضو قبل كده. that's misconceptions بقى about فكره لما تيجي تقول هتسوق productivity بقى انتوا بوظوا لنا الدنيا بقى، او يعني خلي الناس تتدلع. فاحكي لي بقى على misconceptions او الرومرز او ال whatever it is اللي الناس ممكن تكون فاهماه غلط عن ال soft productivity that has absolutely nothing to do with what we're saying. اه، حلو قوي. بصي، طبعا هي الكونسبت في العالم المضغوط هو كونسبت مختلف عن الناريتيف اللي بيحصل. فطبيعي انه احنا programmed against كده يعني، لان احنا programmed باللي بيحصل حوالينا يعني. فمن ضمن يعني misconceptions على soft productivity ان هي مش مناسبة للعالم اللي احنا عايشين فيه، اللي هو احنا جايين نتكلم في كونسبت ممكن كان يتعمل في الخمسينات من القرن الماضي. بس اكنه مش مناسب للجري. اللي هو لو كنت مع حد بيقول لك انت شايفه احنا عايشين ازاي، انت شايفه احنا ورانا ايه، انت شايفه الجري، شايفه المتطلبات. طيب، انا متفهمه ده جدا جدا. لو انا واخداه as a major shift في حياتي، انا خلاص من بكره قررت ان انا كل حاجه I will slow down، وكل حاجه هعملها softly، وكل حاجه وخلاص، وانا اتعقدت من طريقه العيشه السريعه دي، وانا هعمل كل حاجه بالراحه فطبعا أنا مش aligned مع الدنيا، ابقى فعلا عايشه لوحدي في الخمسينات من القرن الماضي. مش ده الهدف. هو طبعا ده بيبقى ساعات رد فعل لما انا اكون burnt out بزياده، فاكني خلاص مش قادره اتعامل مع اي حاجه. بس البالانسد ريسبونس هو ان انا اخد التوبيك ده نفسه، وهو نفسه اخده سوفتلي. انا مش محتاجه اعمل ميجر تشينجز. انا محتاجه لو انا يعني بدات بس بوان ستيب، ان انا ابسط حاجه احط 5 minute بريكس بين الحاجات الباك تو باك اللي في يومي. ان انا برضو ممكن ابدا بحاجه فيري سمول، زي ان انا اريفيو التاسكس اللي عندي في اليوم النهارده كل حاجتي يعني، واري كويستشن الليست اللي انا عامله، التو دو ليست اللي انا عاملها النهارده دي. مجرد ان انا اري كويستشن يعني، هل كلها essential؟ هل كلها لازم تتعمل النهارده؟ مجرد لو عملت كده، لا هلاقي انا في 3 حاجات عادي جدا ممكن اشيلهم. ده في حد ذاته
I'm being softly productive النهارده. مش محتاجه اغير كل الدنيا اللي حواليا، مش محتاجه الغي ميتينجز مهمه، مش محتاجه اشيل من على نفسي مسؤوليات، مش لازم اوصل للدرجه دي. تغييرات صغيره جدا accumulative هتبيلد معايا a totally different lifestyle. برضو من الmisconceptions اللي متاخده على الموضوع ده، ان ده for certain people. مش كل الناس عندها اللكجري انها to slow down او انها تاخد المواضيع softly، سواء حجم مسؤولياتها او سواء ساعات بيبقى ناس هيقلها ان ده للناس اللي نجحت اوريدي، فخلاص انا نجحت ف I will slow down. او انا ده ما ينفعنيش، ينفع الناس بس اللي هي مثلا سيلف امبلويد، قادره تعمل خطه يومها بمزاجها. لكن انا مثلا بشتغل في كوربريت، بشتغل في شغلانه من 9 to 5، او انا بشتغل وعندي اولاد اليوم كله very stressed، ازاي هيبقى عندي اللكجري دي؟ فهنا لا، برضو بنرجع نتكلم انه في انواع من ال very harsh productivity انا يعني حطاها على نفسي، وفي انواع انا مش حطاها على نفسي. فلو هقسمهم يعني خليني اتكلم على ال two kinds of people. يعني لو انا رجعت زي ما قلنا خاص في الاول خالص I reflected upon انا productivity بالنسبه لي ايه، وهل لو انا اكتشفت ان انا اللي بحط نفسي في المود ده intentionally لان هي بتديني معنى ليه علاقه بالسكيورتي، او ليه علاقه بده شكل how I value myself، يبقى انا اقدر بمراجعه بسيطه ل how I am productive اخف الدنيا من على نفسي. بس محتاجه هنا اغير المايند سيت بتاعي انا، فاكنها هي سيلف امبوزد شويه. فده نوع. في نوع تاني لو هي مش سيلف امبوز، هي امبوز بسبب ظروف. انا في شغلانه في شركه الميتنجز هي اللي كتير جدا، الضغط هو اللي كتير جدا، عليا مسؤوليات كتيره جدا طول اليوم. انا هنا هبص لواتس ان ماي كنترول. اوكي. فلو انا بشتغل في structure very very fast paced و very stressed، هبص خلاص الستراكشر قدامي هنا، انا هبدا ابص انا within الستراكشر اللي موجود ده انا اقدر اعمل ايه. هقدر الغي ميتنج؟ لا مش هلغي الميتنج، بس انا اقدر ان انا اخد بعد الميتنج 5 دقايق بتمشى في الاوبن اير. ممكن اعمل كده حاجه صغيره. هل ممكن ان انا آم، احاول اغير ال يعني زي ما بنقول ايه ترتيب الحاجه؟ هل اقدر عندي فلكسبيتي اغير ترتيب الحاجه؟ هل اقدر ادي لنفسي بدل ما هاكل وانا جوه ميتنج هقدر اكل وانا بتكلم مع حد من صحابي؟ يعني في حاجات صغيره جدا، بس انا مش بغير الاستراكشر كله، مش لازم اكون بحول الدنيا يعني. فدايما بنقول الواحد بيبص على الحاجه اللي واتس ان ماي كنترول. حاجه تانية بسيطه جدا لو انا الاستراكشر كله مش بايديا، نرجع لحته الفاليو، ان انا احاول الاقي الفاليو في اللي انا بعمله. ان هي مش عشان هي حاجه دمها تقيل فانا لازم اعملها بتقل دم برضه يعني. ساعات من كتر ما نفسنا بتبقى مسدوده بنعمل الحاجه واحنا مش طايقينها. بس انا ارجع ابص على الفاليو تاني، اللي هي الحاجه كده ولا كده هتتعمل، واتس ذا فاليو، ايه الفولفيلمنت اللي ممكن يجي لي منها. وفي حاجه برضه لذيذه جدا، هاو كان اي ميك ات فن؟ ده سؤال ساعات بننساه خالص. انا كده ولا كده لازم اروح المشوار ده، والمشوار ده صعب وده تقيل، هل اقدر اخد حد معايا؟ هل اقدر اعمل ليست اوف نايس ميوزك وانا رايح؟ يعني في حاجات صغيره بتفرق جدا في تنشن اليوم. لو انا قدرت بس ابص على السمول بيرسنت اللي ان ماي كنترول يعني. برضو من المسكونسبشنز اللي على الموضوع ده حته انها كده I will be less productive، ان انا السوفت productivity هتخليني بطلع بلس productivity. طيب هي مبدئيا اكشلي العكس، بس انا محتاج ابص لها على اللونج تيرم مش الشورت تيرم. يعني انا ممكن الاقي ان في اليوم نفسه عدد لو انا ماشيها بالتو دو ليست، ممكن التو دو ليست تبقى اقل سنه، بس on the long run انا بحمي نفسي من بيرن اوت، بحمي نفسي من constant وكرونيك ستريس، بدي نفسي ريزيلينس لما يحصل مشكله، وده بيحصل ان انا اقدر اقوم تاني اكمل. فانا اكشلي طولت في عمر البرودكتيفيتي بتاعتي on the long run، حتى لو on the short run الموضوع ما كانش as severe as انا بعمله وانا مش فارق معايا. هي انا ببص عليها هي سبرنت ولا ماراثون، يعني هي دي الفكره. برضو محتاجه ابوت ان مايند متطلبات الحياه. ساعات
الظروف بتفرض عليا ان انا I have to sprint في وقت معين. احنا مش ضد ان انا I rise up to the occasion. لو انا عندي deadline، لو انا عندي وقت مشحون جدا، مش معناه ان انا هرفض الحاجات. احنا الفكرة ان انا ابقى flexible مع الاحداث. انا عارفة ان دي فترة sprint، فاي will sprint الفترة دي، وبعد كده هرجع تاني اهدي الدنيا. مش معناه ان انا هرفض الضغوطات اللي موجودة، بس مش معناه ان هو ده اللايف ستايل اللي انا هكمل عليه مدى الحياة. بس فدي يعني some of the misconceptions اللي بتظهر لما بنسمع الكونسبت ده يعني. beautiful. مريم، انت توتالي عارفه ضربت ايه. انا حتى يعني I tried to بسرعه كده اراجعهم عشان اقولهم لك، بعدين قلت بقى مش كده نراجعهم سوا مع بعض. فاكره ال three main cognitive biases اللي هو I must be good or else مش عارفه ايه. life people must do good. هو ده الكور اللي انت basically ايوه. ضربتي التلاتة، ضربتيهم فجرتيهم. ان الحياة لازم تكون بشكل معين or otherwise life is unfair. الناس لازم تعمل كذا otherwise الناس they're no good and they deserve punishment. انا لازم ادو good. هي ده اللي انتي طلعتينا بره القفص ده. اللي هو I have to do this, it has to be that way. ال unhealthy shoulds and musts اللي اتحطت بليميتيشن، لان اكيد في again طبعا that took me while to realize في shoulds and musts نتبعها عادي جدا، اللي هي الهيلثي ones. عادي الحياة يعني لازم يبقى فيها الحاجات الطبيعية، مفيش حاجة اسمها black or white. بس انا قصدي في بقى احنا الشوز والماتس الانهيلثي limiting اللي هي زي ما انت قلتي self imposed او بتبقى collectively imposed علينا. بس هي اصلها لو ركزنا، لو احنا قبلناها من لبره هتلاقي عشان هي بترجع لنا احنا. عندنا احنا الحتة دي. هتلاقي the way we see the world ان انا ايوه صح انا لازم اعملها بالشكل ده or else انا كده عندي مشكلة. الناس لازم تتصرف بالشكل ده or else الناس عندها مشكلة. ف I love what you said ان basically انتي حسستيني ان if we work on these beliefs بقى نرجع بقى لأصله. if we work on how we perceive things ونعمل فكرة ال belief reframing، ده ممكن يساعد بقى فكرة اللي هو ايه break the cage from the inside first and then الدنيا manifest بره. مظبوط كده. بالظبط بالظبط. وعايزه اقول لك كده حلو قوي برضو ان انت ركزتي على حته ان هي it has to be done this way. في حاجات كتير جدا في concepts هي في اصلها حلو وفي اصلها مفيد، بس اكنه بيقفل لي القالب عليا اكتر. يعني مثلا الكونسبتس اللي انا بحس يعني بتبقى يعني abused قوي في الكلام على البرودكتيفيتي كونسبت، وانا من الكونسبتس المفضله بالنسبه لي الكونسستنسي. الكونسستنسي في اصلها حاجه هايله وحاجه خطيره. بس ايه consistency المناسبه ليا؟ يعني برضو احنا ساعات بيتهيألنا consistency دي هو مكنه الماني بتشتغل بطريقه معينه كل يوم في نفس الميعاد، بس غير كده I'm not consistent. وده مناسب قوي للناس اللي هي الناس اللي بترتاح في الستراكشر وبترتاح في النظام، والنظام بيديها امان وبيديها space to يعني to grow. بس هو مش كل الناس زي بعض. هي في ناس مش الاشخاص اللي النوع ده من الكونسيستنسي ممكن يحبطهم وممكن يزهقهم وممكن يطفي حتى الكرياتيفيتي بتاعتهم. فانا حتى لما باجي اتكلم دايما مع الكونسيستنسي بقول find your consistency. يعني انا خلاص هي الكونسيستنسي لازم في حاجات محتاجه، زي مثلا لو انا بلعب رياضه محتاج طبعا كونسيستنسي. بس طيب الكونسيستنسي بتاعتي انا ايه؟ يعني هل انا محتاجه ابقى كونسيستنت؟ ما يمكن انا من النوع اللي مش هقدر على كل يوم في نفس الميعاد. انتوا عايزين مني كل يوم اوكي، بس مش لازم نفس الميعاد. طيب انتوا عايزين مني كل يوم في نفس الميعاد، بس مش شرط نفس المكان، مش شرط نفس السيت اب، مش شرط نفس اب تو ان انا اغير الحته اللي انا قاعد فيها، اب تو ان انا اغير النوت بوك اللي بكتب فيه. يعني في حاجات كتير قوي بسيطه، زي ما بقول هي تغييرات بسيطه، بس حتى الكونسيستنسي اللي هي it seems انها حاجه very solid، لا انا اقدر ان انا اشوف اللي يناسبني فيها يعني. I love it, I love it. يعني hands on. yes كلامك صح 100%. I've been through it myself. اللي هو لا انا مش هلتزم بأي حاجة لحد. لا I need to be I need it for myself. I don't need it for أي حد تاني. و I need it in a good sense, in a good health. ان هو في الآخر this is me showing up for myself. دي حاجة أنا بعملها ليا مش. ف it's beautiful ان في الآخر لما عملنا الموضوع على فكرة انا عملت بقى اللي انت قلتيه ده بالظبط بالظبط بالملي. اللي هو انا مش هعمل حاجة في نفس الميعاد. مجرد ما غيرت المواعيد الموضوع قلب بالنسبة لي فن. هنعملها النهارده الساعة كام؟ اللي هو حاجة هبلة جدا وفرقت وكسرت الروتين. so I'm gonna do it anyways. بس مجرد ما غيرت التايمينج حسيت انا مش ملتزمه بحاجه يعني فاهمه اللي هو الان هيلثي ده لحد ما طلعت
وصرت لا ماشي، انا بقيت مبسوطه اعملها regardless of the time. ف yes, what you say works beautifully, so thank you for clarifying it. طيب احنا كل اللي احنا قلناه كده تقريبا شرح لنا concept انا وانا، ويعني it's beautiful how you've put it, how you built it, واديتي examples واديتي tools واديتي حاجات نبص لها from a practical perspective of how to put it. طيب الحتة بقى اللي جاية، اللي هي برضو again بتبقى مش عارفة اقولها ازاي بطريقة بتبقى، لان انا يمكن definition mirror بالنسبه لي لسه متغير very recently. في كلمه ان حاجه بتمرر دي بالنسبه لي ده لسه حاجه متغيره very recent. انا والناس بقى، لان اجان سهله قوي اشتغل مع نفسي، وسهله قوي ان انا ابقى تمام، وسهله قوي وبيبقى فعلا عملنا progress حلو وكل حاجه تمام. بس مجرد بقى بتيجي نطلع بقى to the outside world السيركل اللي بره، بنبتدي بقى حته الميرورنج اللي هو الجزء اللي اتغير عندي الجديد. ان مش معنى ان انا هطلع يبقى الميرور مش 100%، اللي هو مش ده حصل لي يبقى انا اللي باتراكت، يبقى انا عندي مشكله. again it was عندي انا misconception. لا، هي فكره ان انت either you will see it or you start seeing things differently، تخليك تشوف حاجات مختلفه within yourself or learn new aspects of things. فانا والناس دايما بتبقى، مش عايز اقولها real test، بس it's one of the tests اللي بتشوف احنا فين فعلا. فانا وانا in بقى ايه فكرة in action بقى، اللي هي physical part او tangible part of it، وبتبقى opportunity to learn more and grow. ف how can this concept بقى يساعدنا في فكرة in whatever it is we're doing inside us in في حياتنا مع نفسنا ومريحنا، يساعدنا نبتدي نطبقه برضو مع السوشيال نتوركس اللي حوالينا like you said selectively او whatever، حسب ما احنا عارفين بقى ايه اللي مناسب لينا وكده. بس نطبقه ازاي او يساعدنا ازاي؟ اوكي. طيب بصي، هو طبعا لو هرجع للكومبوننت الاولاني اللي هو بتاع الفاليوز والبرايورتيز، هو definitely بيأثر عليا وبيأثر على الناس اللي حواليا. بمعنى ايه؟ ان انا لما بفهم ان انا عندي values معينه مهمه ليا انا، فبالتبعيه هي مش شرط تكون مهمه على اللي قدامي بنفس الاهميه. وزي ما انا عندي ترتيب اولويات معين مريحني انا، هو اللي قدامي هيبقى عنده ترتيب اولويات تاني. فده بيدي مساحه لان احنا يعني ما يبقاش عندنا very rigid expectations من الدنيا والناس اللي حوالينا. فانا if I set my يعني لو انا بكتشف البرايورتيز بتاعتي، خلاص انا بقيت فاهم انه لا، هو اللي قدامي ممكن يبقى عنده برايورتيز مختلفه. فبتبقى الكونفليكتس والاكسبكتيشنز وكده بتبقى الدنيا يعني ايه، فيها زي ما حتى قلتي، حتى فيها، حتى دي فيها سبيكتروم، فيها ان احنا ممكن نتقابل في النص. الفاليوز بتاعتي كذا، انت الفاليوز بتاعتك كذا، طيب هاو كان وي ميك ات ورك. انا عارفه ان ده مش مناسب للبرايورتيز بتاعتي، بس ممكن يكون مناسب للبرايورتيز بتاعتك. طب يبقى انا كمان I can see where you come from. فدي كده اول نظره، ان انا زي ما هفهم نفسي اوتوماتيكلي تدي مساحه جريس كده في التعامل مع الناس. النقطه الثانيه اللي احنا قلناها في السيلف كومباشن، حته برضو الجادجمنت. احنا يعني هنرجع نتكلم على حته انه انا الجادجمنت اللي بحطه على الناس هو في الاخر بيرفلكت الجادجمنت اللي انا حاطه على نفسي. فالسيلف كومباشن على قد ما هو بيريحني انا، هو بيهدي الاكسبكتيشنز والريزيستنس اي ستراجل عندي في التعامل مع الناس. لانه لازم يكون في ستاندرد معين، ان هو في ابيض واسود. انت لو ما عملتش الحاجات على الستاندرد بتاعتي يبقى انت غلط. لا، هي برضو هتنبع من الفاليوز، ثم السيلف كومباشن، ثم accepting ان احنا مختلفين. آه، الحاجه بقى اللي برضو بتفرق جدا، حته لما كنا بنتكلم على الايموشنال ويل بينج، حته البوزيتيف ريليشن شيبس، وضعها في مكان مهم. غير ان هو بيسبورت مي انا، هو احنا بقى بنسبورت بعض كلنا از كوميونتي. يعني هي الفكره ان انا عارف أهمية العلاقة، وعارف أهمية الاستثمار في العلاقات، وعارف أهمية إنه حتى لو أنا I'm putting my own boundaries، بس أنا بحط boundaries، بس أنا برضو محتاج الناس. يعني أنا في حتة بتاعت زي ما كنت بقول لك، هي في ناريتيف كده بيتقال الفتره دي حتى في السيلف ديفلوبمنت، انت لوحدك وانت تقدر وانت لوحدك. لا، هو لا، احنا محتاجين بعض طبعا in a healthy way. بس حته ان انا احط البوزيتيف ريليشن شيبس اللي في حياتي في مكانها، يعني اهميه الموضوع ده في مكانها والانفستمنت فيها، لا بيعمل سحر طبعا في حاجات كتير. يعني في حته انه حتى كمان يعني ساعات الواحد من كتر الضغط بيتهيأله ان الناس are burden.
اكشلي لا، يعني محتاج ان دي برضو اتس مايند سيت. هو الناس مش مجرد طلبات، الناس اللي حواليا في ضغطتي مش مجرد طلبات. آه ف فيعني I can see هما دول الثلاث حاجات الأساسية اللي بتحكم يعني ال values، ال compassion، وإن أنا to invest في ال positive relationships بتاعتي يعني. حلوة قوي، جميلة قوي. عجبني بقى فكرة لما قلتي positive relationships و boundaries و balance، التلات كلمات دول بقى يتعملوا ازاي؟ يعني ازاي اصلا ممكن الواحد يعمل بالانس لفكرة ان انا to softly يعني tools او ways او قولي لي حاجة how to measure it, how to see where I am standing or how to see how can I alter الموضوع. دي حاجة عملي بقى. اوكي، انت قصدك في حتة ايه يعني؟ حاجة عملي في انهي نقطة؟ في حتة ال positive relationships مع yes ال yeah. boundaries يعني الحتة الجزئية دي؟ يس انا قصدي في الحته دي، لان مثلا انا strong believer ان فكره ان we want او انا عندي كلمه need want حسب my definition is like لا احنا we do not need people we want people. مش علشان احنا كاملين ومش محتاجين الناس، لا هو علشان فكره we need to show up for ourselves, we need to نملى نفسنا and we need to learn how to cater for ourselves first. طبيعي بقى ان احنا عايزين ناس عندهم نفس الكونسبت، علشان ايه؟ من فكره ان احنا بنبعد عن فكره ال unhealthy codependency pattern. These are my definitions of things and this is where I'm coming from. ممكن حد تاني يبقى definition need بتاعه مختلف عني which is هو نفس ال definition بس هو مسميها need انا مسميها want. فاهمه قصدي؟ ده ال difference. مم. فبالتالي I can مم. agree with you with what you're saying. However اقيس بقى انا علاقاتي ازاي او اختار بناء على يعني اعرف منين عرفتها لقطتها، اعرف منين this is a positive relationship or not. اوكي، حلوة قوي. طيب بصي، هو همسك الاول حته الباوندريز، لان الباوندريز هي اللي بتحدد العلاقه دي بوزيتيف ولا بتستهلكني بتكونسيوم يعني. محتاجه الاول ابقى عارف ان الباوندريز هي ايه. الباوندري هي حدود انا حاططها لنفسي انا، بتبين ايه المناسب ليا وايه اللي بيريحني انا. فهي مش رولز انا بحطها للناس التانية تعملها. دي ساعات برضو الحته دي لما بتبقى confused بيحصل بقى هنا اللي بيخلي الباوندريز تجيب مشاكل. هي الباوندريز ايه اللي بيخليها تجيب مشاكل او ايه اللي بيخليها صعبه؟ ان انا بتهيالي ان الباوندريز دي are my rules، فازاي يا ايه انت هتتعاملي معايا؟ فهي لا، هي my line، فين انا بينتهي حته الكومفورت وحته النيدز بتاعتي. عند الحته دي ما بعدها لا، انا عايزه الناس بره بره الحته دي، او محدش يدخل على الحته اللي فيها الكومفورت بتاعتي. لكن انا مش هي مش رولز انا حاططها للناس تمشي عليها. فبتقلب ان انا بدل ما بحمي ماي باوندريز انا بتخانق مع الناس، او انا بكنترول الناس، فبتحول من حد بيحاول يحافظ على الباوندريز لحد بيقتحم الباوندريز بتاعت الناس التانية. فدي بس حته كده بالنسبه للباوندريز. حته انها بوزيتيف ريليشن شيب ولا لا، هي البوزيتيف ريليشن شيبس بتملى في الايموشنال ويل بينج بتاعي. الريليشن شيبس دايركتلي بتاثر على الايموشنال ويل بينج. فايه اخبار العلاقه دي ايموشنلي بالنسبه لي؟ هل هي علاقه انا بقدر اكسبرس ماي سيلف وانا مرتاحه؟ هل هي علاقه بتسبورت مي في الاوقات اللي فيها نيجاتيف ايموشنز؟ هل هي علاقه بتجيب لي بوزيتيف ايموشنز؟ ما هي في دور للعلاقه برضو، انها بتديني ونس، بتديني هوب، بتديني دفء وحب، بتديني مشاركه، بتديني سبورت. هل هي بتديني الحاجات دي؟ هو ده اللي بيقيس. فانا لو ببصه سريعه كده اقدر اقول ان انا مرتاحه في العلاقه از ان الباوندرز بتاعتي مريحه، من غير ما اكون انا بتعدى كمان على باوندرز الناس التانية. I'm not the controlling part يعني. وكمان انها بتساعدني في النيجاتيف ايموشنز، سواء expressing، سواء being resilient، لان ساعات الريزيلينس فيها جزء منها ان انا ببقى محتاج سبورت من الناس. جزء منها لو عندي نتورك بتاع يعني نتورك سبورتنج يعني نتورك. وفيها جزء بقى ازاي انا العلاقه دي بتضيف لي في البوزيتيف ايموشنز بتاعتي. لان هي لو مش بتعمل حاجه من الحاجات دي يبقى هي مش علاقه، هي ناس بقابلهم يعني، او ناس موجوده في حياتي يعني. فهمت قصدك، فهمت. So it's basically حتة ال reciprocity. So it's I feel you and you feel me. فكرة ان الحاجة رايحة جاية within اه. the boundaries، صح كده؟ آه، ما صح ما صح. تبقاش one way. وحته برضه الريسبروسيتي حلوه قوي انك بتقوليها، لان ساعات بيتهيألي انه الواحد بيتهيأله انه اللي بيديه لازم بالظبط هو اللي ياخده.
فلو هنرجع تاني للفاليوز وهنرجع تاني للبرايورتيز، فانا ممكن في علاقه تبقى very mutual و very يعني كل واحد بيدي، بس كل واحد بيدي من الفاليو بتاعه. اللي عنده فاليو لاف هيدي لاف، اللي عنده فاليو سبورت هيدي سبورت، يعني كل واحد بيدي من حاجه. فمهم قوي ان انا ابقى شايف، هنا نرجع للاختلاف مهم. والكومباشن، ان انا شايف الاختلاف، شايف الفاليوز مختلفه ازاي، و I'm compassionate about الاكسبكتيشنز بتاعتي من الناس. هرجع تاني للكومباشن برضه. Beautiful. حلو قوي. I love that. طيب that takes us بقى to my favorite circle. أنا وربنا. which بالنسبة لي makes perfect sense أصلا to think about self productivity، لأن هو يعني احنا يوم ما اتخلقنا في الجنة. فاهمة؟ اللي هو مفيش اه. أحلى من كده في الحياة. لو وكل حاجة متاحة one rule one rule one tree، ما نجيش one اللي هو فاهمة. ف... فاحكي لي بقى عن self productivity لو هناخدها from this kind of spiritual perception. حلوة قوي. طبعا احنا في توقيت هايل، يعني رمضان. هو اصلا رمضان فرصة حلوة قوي قوي قوي، لان الواحد ي- يعني بنبقى عايشين قبل رمضان بمومنتم، ولو اي حد فينا عايز يعمل اي تشينج اسهل عليه انه يقف ويعدل ويظبط وبعد كده يبدأ صفحة جديدة، عن ان هو فجأة وهو بيجري كده بيقوم مغير المسار. فبحس رمضان كده فكرة، يعني وقت هايل هايل ان انا اهدي المومنتم بتاعي في وات ايفر اللي بيحصل، ان انا اري ايفالويت حاجات. تلاقي كلنا في رمضان اوتوماتيكلي من غير ما نكون انتشنال بنقعد نقول انا بقى عايزه بعد رمضان ارجع اعمل كذا، اكنها صفحه جديده. سبحان الله، حتى يعني ديفينتلي في الناحيه spiritual، بس هي حتى بتاثر في حاجات تانية. تلاقي عندنا بلانز يعني مختلفه، عايزين نكمل الجزء اللي احنا شحناه spiritual، مش عايزه اقع في مثلا عبادات معينه، في كونكشن معينه، بس كمان انا مثلا عايز اعمل بروجكت معين بعد رمضان، عايزه ارجع اروح الجيم بعد رمضان. دايما بعد رمضان في الفريش ستارت دي. فهو انا مش بس بقف وبوزن وبرفلكت وبايفالويت انا فين، انا كمان بتبقى سهل عليا ابدا صفحه جديده كده بعد ما اخلص. فايتس فيري جود اوبورتيونيتي لاي نوع من انواع البوزيتيف ستيبس اللي عايزه اخدها يعني. بس لو هرفلكت بقى رمضان على الكومبوننتس اللي احنا قلناها، هو سبحان الله، هو يعني اكنه رمضان متجهز ان انا اعمل كده. اولا لو وهتكلم في حته الفاليوز برايورتيز بتاعتي، هي بتيجي في رمضان. ومهما كنا الواحد مش واخد باله من اولوياته، بيجي في رمضان غصب عنه بيظبط، لانه مش هقدر اكمل في مثلا لو انا علاقات مش احسن حاجه، لو انا سبirituality الدنيا مش واخداني، مش احسن حاجه. لا، أنا باجي في رمضان بظبط بقى، بظبط حاجات كتير، حتى لو على حساب حاجات تانية. بس في نفس الوقت هنا بتيجي البرايورتي باينه، لان هم 30 يوم. فانا لو ما وضبتش البرايورتيز بتاعتي في 30 يوم دول خلاص يعني. فساعات المده المحدده بتبقى طبعا حاجه هايله لكده. فلو هتكلم على الفاليوز والاولويات، وقت يعني فرصه ذهبيه ان انا لو هرفلكت وهشوف انا اولوياتي ايه، وهبدي الحاجات المهمه بجد، اللي هي مش على حسب ما الكل ماشي، هي طبعا رمضان. حته being grounded و being present. مفيش احلى من رمضان ان انا ابقى بعمل اولا رمضان. سبحان الله، بنعمل كل حاجه بانتنشن وبنيه. كل ستيب يعني الواحد بيتسحر بنيه، وبيصوم بنيه، وبينزل يصلي بنيه. كل خطوه هي بنيه. being intentional وpresent دي بتبقى هديه من ربنا يعني في الفضل في الشهر كله، وبنقعد بنحاول نتمسك بيها بعد رمضان. لو هتكلم على حتة dealing مع الامبرفكشنز وديلينج مع الأخطاء، هي طبعا الجزء السبيريتوال هو أقوى علاج للحتة دي. يعني مهما قلنا من تولز ومهما قلنا من حاجات، بس ما فيش أقوى من التسليم ومن letting go، ومن إن أنا أبقى شايف حجمي الحقيقي في الأمور، وشايف حجم الحاجات اللي أنا I'm stressing about حجمها الحقيقي بقى في وسط الدنيا عامله ازاي. يعني برضو الجزء لما يكون الواحد في كونكت سبيريتولي وعمال يشحن نفسه، بيبقى قادر يدي الامور في حجمها الحقيقي. فبتسهل جدا الحته دي طبعا. آم، لو هتكلم برضو على كمان رمضان براكتس هايل لحاجه مهمه جدا، هو ان انا مش هقدر اعمل كل حاجه في نفس الوقت. لما بيكون عندي
اولويات، ان انا الفتره دي جزء spiritual بياخد اولويه وبياخد مساحه وبياخد وقت، وحاجات غيره يعني ممكن تكون حاجات ليها علاقه حتى اجتماعيه، حاجات كده، بس ده وقتها. بيعلمني اوتوماتيكلي او بيبقى براكتس ليا انه انا مش هقدر اكمل بعدين بعمل كل حاجه، لان انا جيت في الفتره دي وبديت دول، يعني في وقت رمضان خلاص البرايورتيز بتتظبط. انا نمبر 1 سبiritual، نمبر 2 كذا كذا، وهيبقى عندي طبعا جزء في حاجات تانية سواء الشغل وكله مكمل، بس السبوت لايت مش عليه. فبيعلمني انه يعني بتقبل زي ما انت كنت بتقولي ان انا محدوديتي، هو انا محدود، فانا بختار، انا دايما في حاله اختيار. فايتس اوكي ان انا هاجي في وقت واختار اولوياتي، وبعد شويه ارجع اغير واختار اولويات تانية، وهبقى اوكي مع الحاجات اللي بقول انها مش وقتها. فايتس براكتس ان انا اقول مش هعمل كل حاجه طول الوقت يعني. beautiful thank you. انت عارفة، افتكرت حاجة. طبعا بغض النظر يعني انها ممكن تبين للناس اللي هو هي ازاي أنا لسه قفشاها دلوقتي بعد هذا العمر، بس كان رمضان اللي فات آم، اتعلمت يعني ايه اعمل بالانس، في بالذات when it comes to فكرة finding البالانس between فترة الصيام وما بعد الصيام. and it took حقيقي my perception او my مش my perception my understanding of of يعني ايه الصيام اصلا to a whole new level. اللي هو كلام كنت بقوله اصلا يعني بنقوله وبنسمعه واحنا صغيرين، اه الصيام مش جوع وعطش. اول مره كنت اطبقه بجد كان رمضان اللي فات. it's about اللي هو كأن الصيام هو احنا واحنا صايمين الصبح، مش اول ما المغرب يدن اللي هو that's an opportunity to eat اي حاجه انت عايزاها. it's not اللي هو it's not اللي هو ايه يعني، هو انت مش صايمه الجوع فايه اللي هو انا عارف ما اكلتش رز ما اكلتش رز ما اكلتش رز. كان اول رمضان بجد افهم فكره الديسيبلين بقى، ده كان بدايه دخول الديسيبلين in a healthy sense في حياتي كرمضان اللي فات. وفكره البالانس بقى انا I loved it، وابتديت احس فعلا اه اللي هو لا هو انا ممكن ابقى ممكن عايز اكل الديزرت ده، بس مش هاكل الديزرت ده ليه، لان عشان لو كلته هو فعلا it's not filling me up هنا، هو انا رايحه مثلا out of بنام emotion او whatever، مش out of حاجه معينه. ف I love what you said about فكره when we put the priorities مع بعض align برضه فكره الكلام اللي احنا ابتدينا بيه الحلقه من الاول، الواي. The why we're doing the intentions. It's all about the intentions. And Ramadan is the month of intentions. اللي هو حطوا بقى intentions زي ما انتوا عايزين وباك ونحاول نكريت habits او نريدefine حاجات اللي هو لما رمضان يخلص انا مش عايزه الكيرف يقع. في حاجات هتتغير due to the nature of life. بس if I'm investing in the why and investing in the فكرة creating a new process أو new perception، حتى لو حاجات وقعت هتلاقي still الويل مش crashed، مش رمضان خلص النهارده اللي هو النهارده ليلة العيد كل حاجة اتضربت في الحياة. فبنبقى like بنبني حاجة تبقى more فيها sustainability. ف thank you so much for اللي انتي بتقوليه لنا بجد it's very very beautiful. عندي سؤال بقى ليه علاقة بإن أنا دلوقتي يا مريم لو أنا كلاينت جاية لك مثلا خلاص، how can me coming to you وانت ده التخصص بتاعك يقدر يساعدني مثلا in my life to ان انا احقق جول او احقق حاجة معينة عايزة اعملها. اديني كده تخيل عن الموضوع ممكن يكون ماشي ازاي. طيب بصي، زي ما كنت بقول لك يعني واحنا بنتكلم مع بعض كنت بقول لك انا ويل بينج وبزنس كوتش. فالويل بينج قبل البيزنس او اي جولز انا عندي. فاحنا لما بنيجي نشتغل على اي جول بنميك شور ان احنا هنوصل له ازاي، هنوصل له عاملين ازاي، ايه حالتنا اللي هنوصل بيها، ايه شكل البيرسون اللي وصل للجول بتاعه ده. ف... فقبل ما بشوف انا هوصل ازاي كستبس، انا هوصل ازاي كويل بينج. فدي اول حاجه. الحاجه التانيه زي ما قلنا طبعا throughout النهارده احنا كل حاجه is very personalized. فهو اول حاجه بنبقى بنشتغل اساسا احنا نعرف ايه يعني ايه اللي موقفني انا اصلا عن ان انا مثلا لو انا الجول بتاعي ان انا to live with soft موقفني، ايه المسكونسبشنز اللي عندي اللي منعاني، الريزيستنس جاي منين. زي ما قلنا الاسئله بتاعت ايه ايه اصلا بالنسبه لي productivity، وايه بالنسبه لي وبنبدا بقى نتشالنج ونرفلكت معاني كتيره مش بس productivity او كده. نبدا نرفلكت معاني ليها علاقه ب وات ايفر اللي انا بشتغل عليه what does it mean to me. ليه it's challenging ان انا اقدر، سواء ان انا خدي بالك اصل هو بيحصل ايه، انا ساعات ببقى
بشتغل ومش عارفه اوقف، وساعات بيبقى من كتر I'm overwhelmed انا واقف ومش بتحرك. فاحنا ممكن نتشالنج ده ونتشالنج ده، والاثنين على فكره بيبقوا ساعات جايين من نفس الحته او ديفرنت يعني. بس فان احنا نعرف اصلا الواي بتاعت كل واحد. ونبدا بقى لو هنتكلم مثلا عن حاجه شبه الكومبوننتس دي، نتكلم على واحده واحده بقى ان ديبث ونشتغل عليها، ونحاول ننفيوز ونديها وقتها، ونديك ديب في كل واحده، نشوف ايه اللي مانعني عنها، وايه الماستس والشودز اللي حطيتها في مخي اللي مخلياني مستبعد الفكره او مصعبها عليا. وايه الفاليوز اللي عندي اللي هتسهل لي كل ده. لان احنا لما بنبقى الاين مع الفاليوز الدنيا بتبقى حاجه فيها انجويمنت وفيها انجيجمنت وفيها فلو. طب انا ايه اللي عندي اللي يسهل لي الخطوات دي؟ فبنشتغل كمان، عشان انا دايما بشتغل على نقاط القوه. فمش بنشوف انا ايه ناقصني ويلا نروح نشتغل عليه، لا انا بنشوف ايه اللي انا اوريدي عندي، تولز ربنا مديها لي اللي بيها هسهل على نفسي المهمه واوصل اللي انا عايزه. بس beautiful thank you. how can we be applied آخر حاجة thank you so much for your time معلش طولت عليكي. um, لا لا خالص. ربنا يكرمك. احنا هناخد ده في رمضان يعني the very same concepts بقى اديها لنا بقى like tips and advices او whatever بقى whatever it is that you see is convenient نديه للناس بقى نسيبه في تبقى آخر حاجة بنختم بيها. how can I use soft productivity to make this رمضان different. ان شاء الله بما ان خلاص دي هتتذاع جوه رمضان فتبقى like a chance to create something new ان شاء الله. طيب انا لو هقول يعني حاجه صغيره قوي، عشان بحب دايما نبدا بابسط الحاجات، انا هقول set intentions في كل الاتجاهات. يعني هو طبعا رمضان mainly هو intentions روحانيه، بس ناخد منها ونحط intentions في اللي انا عايزه. لان الجزء الروحاني لما بيبقى fulfilled هو باور خطير للباقي. فانا لو هقول نصيحه اساسيه set intentions. وانتنشنز مش جولز، يعني خليني برضه افرق بين الاثنين. لان الجول هو الحاجه اللي هتطلع مني، بس انتنشن ممكن تبقى how will I be وانا بعمل الحاجات دي. فميبي انا الانتنشن اوسع، والانتنشن كاستمايز عليا وعلى الوضع اللي انا فيه. فممكن تكون الانتنشنز بتاعي انا عايزه ثرو رمضان، انا الانتنشنز بتاعتي ابقى let go، ابقى ارحب مع نفسي، ابقى يعني حاجات هتساعدني في وات ايفر جول جاي لي سواء في رمضان او بعد رمضان. ف وبقول ليه intention مش جولز. هي الجولز طبعا هايله، بس الانتنشنز فيها حته بلمس نفسي اكتر، يعني مش بلمس الجول انا بحط حاجه ورايا، بس انا عايزه ابدا بمين الشخص اللي هيوصل للجول ده. فان انا احط intentions انا عايز ابقى ثرو رمضان ايه وبعد رمضان ايه. ولما بحط الانتنشن سبحان الله بيحصل حاجه، يعني ان الواحد بيبدا ياتراكت الحاجات اللي بتسهل له خلاص. يعني انا لو انا عايزه ابقى يعني intention بتاعي حاجه معينه، ببدا الاقي ربنا عمال يبعت لي حاجات وانا عيني بقى بتبص عليها وبلاحظها وبشوفها اللي هتساعدني في الانتنشن بتاعي. فلو هقول اول حاجه الانتنشن، تاني حاجة هاخد بقى من كنا بنتكلم عليه بينج ان انا اعيش في البروسس، ما بقاش بس باصص على النتيجة. هو رمضان بيعلمنا جدا كده، احنا عايشين في بروسس طول الوقت، احنا عمالين نشتغل سواء صيام سواء عبادة سواء اي حاجة، احنا عمالين نشتغل على بروسس. والنتيجة يعني مش بنشوفها بالشكل اللي احنا يعني مفيش حاجة ماسكينها في ايدينا. ف فارفلكت ده على كل حاجه، يعني زي ما بيبقى عندي الصبر والرحمه بنفسي ان انا عمال اعمل حاجات ممكن تكون فيها شويه مشقه او كده بس هي فولفيلينج. ده البراكتس اللي اخده بعد رمضان، ان هي الحياه كلها كده البروسيس واحده ورا التانيه، والفولفيلمنت بيجي من معنى الحاجه ليا اكتر من النتيجه نفسها. ف... فبس دول اكتر يعني حاجتين. Beautiful. Thank you so much بجد يا مريم. This has been very very rich يعني greatly appreciated from you. ثانك يو. ايوه والله انا انبسطت جدا واستمتعت بالكونفرسيشن يعني جدا. ميرسي ربنا يكرمك. طيب حابة تقولي أي حاجة كده خلصنا؟ لو أنت حابة تقولي أي حاجة before we end the mic أو the floor is yours. لا ثانك يو سو ماتش. انا طبعا قلت الحكايه دي كذا مره، بس انا بحب دايما اقولها ان احنا حتى اللي عايزين نعمله ناخده سوفتلي وناخده واحده واحده. آه بس ده اللي دايما يعني بحب اهايلايت عليه عشان نوصل. And it's beautifully that you chose the word soft لأن it takes more strength to be soft than it takes to be rigid. So it's beautiful. Thank you so فعلا. much.
Thank you العفو. for your time, your efforts, your knowledge, your generosity. بجد appreciate it. وربنا يا رب يجعله سبب نفع ل whoever ليه رزق في التوبيك والابيسود واللي احنا قلناه. وربنا يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا. آمين يا رب. شكرا يا آية. العافية يا حبيبتي، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.